فرجعنا ثاني في الامر قلنا انه ما يمكن ان يغال في الهواء طلق، يغال في مركز فيصل الصحافي، وما لا يمكن ان يغال في الهواء طلق يغال في مهد المنتدى في الكائن بمدينه يثرب يعني. باسم منتدى يثرب برحب بالدكتور سامي صالح محمد اسماعيل. ونحن حقيقه في المنتدى بننتهز فرصه انه اي زول من الانتليجنسيا بتاعنا اللي قاعدين برا هذيل وبقت سمه انه نحن كلنا مثقفين بالمهاجر، فبنتصيد وجودهم في السودان في اجازاتهم او في تفقدهم لما تبقى من العشيره، وبننتهز الفرص دي ونجي نسمع منهم ما قالوا إلينا. الدكتور بن وليد درمان مراحل دراسية أغلبها أختلط بدرمان، وهو خريج كلية الهندسة جامعة خرطوم، تخصص هندسة مدنية. لدهشتي إنه هو حضر البكالوريوس في الهندسة الصحية، والدهشة دي مربوطة بالحاجة إنه أنا شغال في الفيلد وأنا ما مهندس طبعا، لكن عرفت إنه التخصص ده بيسموه بالهندسة الصحية. زمان كان هندسة بلديات وتطور الهندسة الصحية. أنا سعيد جدا بأنه لأول مرة ألقى مهندس متخصص في الهندسة الصحية، وحضر برضه درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية في جامعة خرطوم. الآن هو مقيم ببريطانيا زي ما قلنا كعهد الانتليجنسيا السودانية في الفترة الأخيرة. أدهشني جدا العنوان قصة داروين والقرآن الكريم. ده تناقض ضخم جدا بالنسبة للناس ثقافتهم ثقافة شفاهة أو ما متعمقين في قراءة العناوين اللي بيقولوها دي. أنا في تقديري داروين هو أكثر عالم مشهور، لكن أكثر عالم غير مقروء، لأنه معرفة الناس به هو أتت من الكليشيهات الجاهزة اللي أطلقوها من بدري جدا عنه. يعني كل الكتاب الرائع جدا والنظرية الرائعة جدا اللي أنتجها داروين هي ملخصة في مسألة إنه أصل الإنسان جريد. يعني دي التيمة الأساسية اللي نشرت عنه وسوت عنه وخلت كل الناس تاخذ رأي عنه. التيمة دي كان لها دور كبير جدا. الدينيين بالذات هم اللي نشروا الادعاء ده. ولما اقول الدينيين انا ما بقول صراع، هو ما عنده معنا صراع نحن كمسلمين، لكن هو عنده كان صراع ضخم جدا مع الكنيسه في المسائل بتاعت النظريه بتاعت التطور والاتباع. عشان كده بقول انه هو عالم مشهور جدا لكن غير مقروء، لانه كلنا باغلب الناس سمعوا ولكن ما اطلعوا على النظريه بالتفصيل. داروين ما عمل حاجه، يعني ما انجز انجاز من فراغ او هو اخترع نظريه. داروين كان هو امتداد لنظريات كثير جدا حول التطور بدات من الحضارات القديمه، واغلب الفلاسفه في كل عصر ادوا بدلهم في مساله التطور. داروين يتميز منه لانه هو انتج نظريه حول الانواع الحيه وانتج الانتماء الطبيعي. اذا رجعنا للنظريه بتاعت التطور بنلقى انه من الحضارات القديمه انتج فهم وفكر حول التطور، وامتدت السلسله دي الى ان جاء داروين. وحتى داروين الان هو يعني نظريته ما هي النظريه القديمه، لانه ايضا هي تعرضت للنقد وتعرضت للتطور. الصراع بين الفكر العلمي ده وبين الكنيسه هو الاوجتين القطيعه دي ما بين النظريه بتاعت التطور والدين. انا سعيد جدا بانه الندوه دي هتتكلم لنا عن هتحاول ترجم الهوة الضخمه جدا ما بين نظريه التطور وما بين الدين. الحته دي حقيقه
حقيقه يعني غير مسلط عليها الضوء، وهي من الحتت اللي ظلت مظلمه فتره طويله جدا. الناس ما سلطت عليها الضوء وما قربت بين العلم والدين في المساله دي بالذات. وانا بس عندي ملاحظه حول العنوان، اللي هو العنوان كان بيتكلم عن القرآن الكريم وتطور وداروين، نظرة توفيقية. أنا حقيقي أنا ما مع النظرة التوفيقية. حتى المذهب التوفيقي أنا شخصيا ضده، لأنه بعتقد إنه في مسألة الفكر دي ما بينفع التوفيق. التوفيق ده ممكن يكون في التوفيق أوضاعك المادية، توفيق أي حاجة، لكن في مسألة الفكر ما بينفع التوفيق بين حاجتين مختلفات. لكن بتنفع القراءة النقدية اللي بتوضح لنا ملامح كل والرؤية الحقيقية أو العلمية للمسألة برمتها. أترك الفرصة للدكتور، وأنا متأكد جدا إنه الليلة حنكون في سياحة مختلفة جدا، سياحة فكرية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشكلة الحقيقة ظهرت مع كربون 14. لو ما يعني كثيرين منكم ما سمعوا كربون 14 ده اكتشفوه قبل 60 70 سنة تقريبا. والكربون ده الفحم العادي، أي كائن حي إنسان أو حيوان أو نبات بالضرورة لازم يكون فيه كربون. دي حاجة معلومة. وموجود فيه كربون 12 اللي هو الفحم العادي. كربون 12 ده الفحم العادي، لكن معه نسبة بسيطة من كربون 14 يمشي معه، لازم معه طوال، والنسبة دي ثابتة ما بتتغير. أول ما يموت الكائن الحي، كان شجرة كان إنسان كان حيوان، كربون 14 ده مادة مشعة وبتبتدي تنفذ، تبتدي تتبدل. لو عندك كيلو جرام من كربون 14 خدتيه في الدولار، كل سنة بتلاقي الجونة نقص لك جرام كده ولا نص جرام ولا نسبة ما بيقول أصلا. دي خاصية من خصائصه، لازم ينقص كل سنة. أول ما العلماء اكتشفوا الحكاية دي ظهرت معلومة جديدة جدا. أول ما تلقى لك هيكل عظمي أو بقايا نباتية أو عظمة بتاعت أي كائن جديد، ما عليك إلا تجي تشوف الكربون الموجود فيه وتقيس، تشوف كربون 14 ما تصدر شنو من كربون 12. يبقى بعد ده أي هيكل عظمي أو أي نبات نلقاه حاجة قديمة متحجرة ولا غيره، بقينا عارفين عمرك بسهولة خالص في المعنى. ما عليك إلا تمشي تقيس تشوف كربون 14 نقص قدر شنو من النسبة المعروفة، وعارفين نسبة التبدد السنوي، خلاص عرفنا الكائن ده مات له كم سنة. طيب دي بقى ظهرت لنا المشكلة الحقيقية. لقينا هياكل عظمية بتاعت بشر، أشكال كاملة، هياكل عظمية مرات مكتملة، يعني عمرهم ملايين السنين. الناس وقعوا في ورطة. التصور العام لسيدنا آدم وبداية ظهوره في الدنيا وفي الكرة الأرضية وفي كده ما بتزيد من 6000 سنة. أنا هحاول بعد ذاك أديكم صورة عامة عن بداية الخلق تمت كيف يعني، وكانت كيف من التاريخ من الجيولوجيا ومن غيره. لكن الورطة ظهرت هنا. إذا كان 6000 سنة أضيف ليها ولا أنقص منها ما مهم، لكن ده شنو 3 مليون سنة الموجود ده؟ شنو الهيكل العظمي الموجود ده؟ أشباه. طبعا الناس طوال ابتدوا يقولوا ده أشباه إنسان، زي ما قال أخونا قبل شوية. حصل خلاف بقى بين الدين وبين داروين طوال.
وداروين من سوء حظه، انا اضيف لكلام الاستاذ، من سوء حظه من الفتره اللي ظهر فيها كان ظهرت فيها نظريات علميه كبيره. نيوتن كان ظهر بالقوانين بتاعته، اينشتاين ظهر بقوانينه، النظريات الكبيره كلها ظهرت، نظريه النسبيه ونظريه الكم ونظريه غير. العالم الوقت ده، وطبعا كان في عداء في بدايه القرن العشرين بين الكنيسه وبين العلماء. يتصوروا انه ما دام عرفوا القوانين اللي بتسير الكون كله ليس هناك بعد حوجه للاله. قرروا كده. طبعا كانت في موجه علمانيه ضخمه جدا، وظهرت الشيوعيه، وظهرت في كل الفتره ظهر فيها داروين الحقيقه ما كان يعني كان بيؤمن باله هو داروين، لكن الناس احتضنوا النظريه بتاعته، ومن سوء حظه بعد ده بقى افترضوا انه هو زول لا ديني وزول علماني وزول لا يؤمن باله، بالتالي ابتدى الهجوم التطوعي. راجل بريء يعني، عمل له نظريه ما عنده علاقه باله وما اله، وعمل نظريه علميه بس، لكن بعد ذلك الهجوم شديد جدا عليه، والناس الدايره تنصر الدين بتاعه كان مسيحيين معظمهم، المسلمين كانوا برا الصوره الحقيقيه. ابتدوا بقى يدافعوا عن النظريه بتاعه الخلق المباشر، ويبتدوا ينقصوا من النظريه بتاعه داروين بتاعه التطور. انا هسه هحاول ادخلكم في الصوره عشان يعني تكون في اشعركم بالمشكله شنو، عشان بعدها تبتدي تفكروا معانا انه وين يعني. بعدها هحاول اشرح لكم باختصار كده نظريه داروين ذاتها، وبعد ذلك هنحاول يعني الاستاذ ما عرفت قبل نوفق، لكن نحاول نشوف القران قال شنو في موضوع الخلق. وده موضوع طويل الحقيقه، وفي حاجات كثيره دايره معالجات ودايره حلول. سيدنا ادم اتولد بكين، اتولد كيف، أمنا حواء جات من وين، السماء أو الجنة كانت وين، تعلم الأسماء كلها كانت كيف، يعني شنو ربنا غضب عليه في شنو، في مشاكل كثيرة دايرة حلول ودايرة معالجات، وإحنا ضيعنا زمن طويل جدا في إننا ما نبتدي نطرق الموضوع ده. حنحاول نحل بعض الإشكاليات، لكن لسه في إشكاليات كثيرة ودايرة ناس تفكر فيها يعني. طيب طبعا حاسه معظمكم، او يعني مش معظمكم الحقيقه، يمكن ناس تكونوا شويه يعني تنورتوا، لكن معظم الناس الصوره النمطيه بتاعت انه في تمثال بتعطيه هبه من مرقده يعني، ووقف على حيله كده بعد ما اندفعت فيه الروح، وتاني بعد شويه نام وتشالت ضلعه من ضلعه وعملت منها امنا حواء. دي الصوره النمطيه اللي اي زول تقريبا خدتها في ذهنه. صوره موجوده في التوراه بحذافيره اتشالت جات للمسلمين، ولانه ما كان في تفاصيل كثيره المفسرين ما لقوا حل غير يشيلوا دي يتبنوها. فدي بقت التبني بتاع كل المسلمين، حس الصوره النمطيه بتاعتهم للخلق اهي. لكن الصوره حتى ما فيها اعجاز. انا شخصيا بفتكر انه ما فيها اعجاز شديد. شنو تمثال وقف على حيل؟ يعني شكلها كده شغل الهه اكثر منها شغل الله سبحانه وتعالى. احنا حسا دي بقينا مختلفين، عرفنا انه احنا عايشين في كره ارضيه ضخمه مهوله، محيطات وبحار وصحارى ولافه حول النفيسه بسرعه صاروخ، وطائره ذاتها ماشيه بسرعه مدفع الى حيث لا حيث. ده كله يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجه ضخمه جدا جدا. فشنو تاني نصير على انه بس تمثال؟ بعد ذلك الحقيقه يعني المعجزه قاعده تحصل. احنا طبعا المفروض الناس اللي قروا القران كثير او المسلمين بعدين يبتدوا يحسوا بالمنهج بتاع الله سبحانه وتعالى في العمل بتاعه. يعني القصص القرآني كثير، احنا عارفين تفاصيله كثير. يعني تلاحظ سيدنا نوح يعني المعجز يعني حصل له فيضان عالي. حتى دي عامله مشكله مع ناس التاريخ بالمناسبه، قالوا ما قاعدين نلقى القصص الديني بتاعكم ده في التاريخ، لانه قصه بتمشي المعجزه ناعمه كده ما بحس بها، التاريخ ما قاعد يحس بها. سيدنا نوح كل المعجزه اللي عنده انه كلموه بالمواعيد بتاعه الفيضان حتحصل بتاعه. الاقوام الثانيه اللي ربنا يعني دمر القرى، دمر لاسباب ما، باسباب منطقيه وما بعيده من الموجودين فيها هم. يعني المناطق الزلازل حصل لهم زلزال كبير عاليها سافلها. المناطق بتاعت البراكين حصل لها بركان واسقطوا عليها حجاره منها. كلها بنعومه شديده المعجزه اللي هتحصل. وغالبا بيكون النبي بس عرف المواعيد بتاعت الحدث عشان يعمل حسابه وينجو وياكله وكده.
لكن ما قاعده تحصل فيها حاجات يعني دراستيك ولا حاجات غليظه زي تمثال بتاع طين وقف على حيل. ما يعني المفروض احنا منهجنا بعد ده طوالي نستنكرها اول ما نلقاها، حتى لو ما نظرنا فيها او حتى لو المفسرين ما قالوها، دي ما بتشبه الباقيات. تمثال وقف يعني وضلعه، والانسان حس ضلعه كامله يعني كده طوال الزول بعدين ابتدى يقول يا جماعه التماثيل دي شنو قاعد كده ليه؟ ده ما منهج ربنا سبحانه وتعالى اللي ورانا في القران. على كل حال انا حاسه داير نبتدي معاكم انه مثلا عمر الانسان كم في الدنيا؟ ده سؤال المفروض احنا نكون عارفينه عشان نحل المشكله. عمر الانسان من الحفريات ده بقى خلاص معروف، الناس الجيولوجيا بيقوا قسموه، بقى عندنا زي يعني بقى في مثلا الانسان القرد الجنوبي، ده اول انسان لقوه اللي هو بتمثله واحده بيسموها لوسي، وجدوها في اثيوبيا، وده اول نوع من الانسان المتحول، يعني هو بيقيف على حيله منتصب. لوزي دي كان بيقيف منتصبه، ولكن عندها اصابعين بتاع تسلق اشجار، ودي من العلامات المهمه جدا جدا العلماء اللي بيرسموا بها ده حيوان ولا ده انسان ولا ده كده. وطبعا سهله من الهيكل العظمي انت ومن شكل السلسله الفقريه لما تكون محدبه شويه، ده بيمشي كان بيمشي منحني بيمشي على رجليه، لما يجيف ده بقى منتصب، ده كده الاصابعين بتاع التسلق ولا بتاع اصابعين منتظمه، بيعتمدوا على شديد الحاجات دي يعني العلماء. فظهرت لوسي قبل 3 مليون سنه، عمرها طبعا دي قدرت عارف، انا زي ما في البدايه كلمتكم بقينا نعرف خلاص الاعمار دي بقت سهله جدا جدا، ودي بقت عندنا ميزه على السلف ما كانوا بيعرفوا الحكايه دي. يعني اي هيكل عظمي ولا اي عظمه قديمه من زمن سيدنا نوح، لا حسنا الكلام ما كده، معروف عمرها كم خلاص نقدر نعرفها. لوسي عمرها 3 مليون سنه. بعد ذاك ظهر ثاني الانسان المنتصب، مثلا ده عاش حوالي 2.5 مليون سنه، ويعني ما نطول عليكم، لكن ده اول انسان ابتدى يعمل سن الاحجار عشان يستفيد منها ويعيش في الكهوف طبعا، لانه ما عنده الانسان ما عنده ظفرين حاده يعني، فقطع اللحم بالاحجار فبيسنها يعني. ظهر بعده الانسان ذو اليدين اللي هو ده يدينه بعد ده بقى عليه 2 مليون سنه، ويدينه بقى فرغه بقى ليعمل الاشياء الثانيه كلها. وده اول انسان استعمل النار. استخدام النار ده مهم جدا، لانه اول حاجه خلاه يعيش فتره اطول، لانه يعني اكتشف انه النار دي بتبعد الحيوانات بتخوفها، وابتدى يعني يطبخ الاكل بتاعه بقى صحي اكثر، وابتدى يستخدم النار في الدفء يعني. هو ما ولع النار دي كان بيلتقطها من الغابات بيجيبها وبيخطها معاه في الكهوف بتاعته بيستعملها، لكن ما ولعها يعني، لانه الانسان ده ما كان الانسان نقول الكلام ده بعدين. بعد ذاك كان جاء في انسان اسمه انسان نياندرتال، هومو سابينس، ده معروف جدا. نياندرتال دي كهوف في مناطق اوروبا فرنسا وكده، وده انسان بقى متطور وبقى انسان صياد. القبليو كان بيلتقط بس الثمار وكده، ده بقى انسان صياد بيعرف يصطاد يعني، متطور اكثر من ذاك. وطبعا دي كلها من البقايا اللي بنلقوها معه في الكهوف وكده، يعني الناس بتقدر تعمل تصور كامل للانسان اللي بيعرف يشتغل. المرحله الاخيره ظهر الانسان الحديث، ده من الانسان بتاعنا. الانسان الحديث الهومو سابينس سابيا دول عاشوا حوالي يعني 25,000 سنه لغايه حوالي 10,000 سنه من الليل، دول عاشوا في الفتره دي. بعدهم جاء احنا اللي بنسميه انسان العصر الحجري الحديث. ده ان شاء الله كل الناس قدرت تتصور الملايين السنين اللي انا قاعد اقول فيها دي، يعني 3 مليون، ودول كلهم بشر كاملين يعني ما فيهم اي كلام، يعني خلاص بيقفوا منتصبين وبيمشوا بيستعملوا يدينهم بيلتقطوا الثمار، يعني بيشبهونا تماما يعني ما فيهم اي خلاف. طيب بعدين دايرين نخش في التاريخ. التاريخ قال شنو عن عمر الانسان؟ الانسان الحقيقي يرتبط بحضارتين مهمات جدا مفصلات، على الاخص الحضاره المصريه. الحضاره المصريه دي مفصله جدا وفيها ملايين البرديات اللي كتبت كل التفاصيل. الحضاره المصريه ابتدت 3200 سنه قبل الميلاد،
دي اول مملكه ظهرت في الحضاره المصريه. قبلها تاني بشويه مئات السنين بسيطه كده كان لسه الناس جعيطه كده يعني. لكن بدايه الحضاره المصريه الحقيقيه 3200 سنه قبل الميلاد. شوف انا ابتدي اتكلم عن الالاف هسه بعد الملايين دي تخلينا 3200 سنه ابتدت الحضاره المصريه. ولما نقول حضاره دي حاجه جد مختلفه. ناس كتبوا وناس ابتدوا يشتغلوا حاجات زراعه وابتدوا يعملوا اثار حقيقيه وابتدوا يبنوا وابتدوا كده. دول مختلفين عن ناس من الزمان ده يعني. في منطقه بتاعت حضاره ثانيه يعني كانت ظاهره في القدس كبيره. لكن عموما كده انا سريع داير اديكم بعض التواريخ المهمه يعني عشان الناس يعني سنه 1810 مثلا دخل سيدنا ابراهيم عليه السلام ارض فلسطين 1810 قبل الميلاد. حسب ب 2000 يعني حوالي قول 4000 سنه من وجود سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. ده اول واحد. قبليه كان في سيدنا نوح، وقبل سيدنا نوح كان في سيدنا ادريس. سيدنا ادريس برضه معروف تقريبا عمره. سيدنا ادريس عاش معظم حياته في مصر، والمصريين ألهوه سموه اوزوريس. برضه يعني بعد ال 3200 سنه الاولى بتاعت المصريين قبل الميلاد، بعد ما ابتدى الممالك بتاعته سيدنا ادريس ظهر عندهم هناك. فكل الاسماء اللي انتم بتعرفوها من القران من التاريخ ومن كده دي كلها بعد الفتره. يعني 1553 مات سيدنا يعقوب، و 949 أعاد سيدنا موسى بناء المسجد الأقصى. سنة 500 قبل الميلاد اللي هو حوالي 2500 سنة من حسة، أرسل الله العزيز إلى بيت المقدس وهو من أحفاد هارون عليه السلام يدعوهم للوحدانية، فوجدها مدمرة خاوية فماته الله 100 عام، ولما بعثه الله وجدها قد وعمرت وبني فيها المسجد الأقصى. سنة 70 قبل الميلاد في حادث مشهور حصل. اليهود الرومان يعني ضربوهم ضرب شديد جدا وقتلوا منهم كمية كبيرة جدا واضطروا يتبددوا في الأرض. سنة 150 مثلا ميلادية بعد ده، خلاص طبعا سنة صفر ده ميلاد المسيح. 150 ميلادية آمن الفتية الذين جاء ذكرهم في سورة الكهف، آمنوا بدين سيدنا عيسى عليه السلام فناموا حتى عام 450 ميلادية. في العام 571 طبعا ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب طبعا التواريخ دي في جزء منها في التاريخ ذاته، وفي جزء منها في الأديان. اليهود طبعا مفصلين الكلام ده كله وكاتبين يعني كل التواريخ بتاعت ميلاد كل الأنبياء تقريبا اللي احنا بنعرفهم، صالح ويوسف وكله. لكن في حاجه يمكن معظمنا ما منتبه لها، السنه العبريه كم حسن وبتعني شنو؟ السنه الهجريه معروفه عند المسلمين، هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم. السنه الميلاديه ميلاد المسيح معروفه. السنه العبريه دي شنو؟ وكم حسن؟ السنه العبريه 5000 الليله 5775 سنة. من شنو؟ من بداية الخليقة. ده بيلا سيدنا آدم. ما فيها بقى لا تقدير ولا كده ولا كده. عارفين سيدنا آدم اتولد سنة 5775. الليلة دي اللي هو 5000 حوالي 6000 سنة. طبعا الكلام القديم ده ما بتقدر تكون حرفي فيه 100%. قد يكون حصل خطأ. في أخطاء بسيطة بتحصل. في العمل الهجري في خطأ بسيط حصل كده. في العمل الميلادي برضه في خطأ بسيط حصل. السنة العبرية اليهودية حصل فيها خطأ قد يكون، لكن طبعا يعني في ضمن الرينج يعني في الحدود يعني ما كثير. فيبقى سيدنا آدم ده عمره 6000 سنة. ده شنو عمره 3 مليون سنة القاعد ده و2 مليون و500 و2 مليون. في مشكلة حقيقية. أنا حاجة تتصور معايا المشكلة دي. في مشكلة. في ناس عمرهم 3 مليون 2 مليون و500. طبعا الكلام كان في الأول تشريح. علم التشريح ده علم متطور جدا مثلا، وعلماء التشريح بيقوا يعرفوا يعني من عظمة الساعد، عظمة الرجل، الترقوة، الرقبة، الهيكل العظمي بتاع أي حاجة بيعرفوها هذا الشيء من التشريح. لكن ما 100% أصلا يعني طبعا
علم التشريح صحيح ممكن في الاخر قد يكون في تشوهات في العظمه دي كانت اصلا متشوهه وبالتالي ادت مقياس خاطئ. فكان في احتمال خطا كده 10%. الخطا على 10% ده مسكوا فيه ناس الدين يعني الدين المسيحي بالذات يعني. ما دام 10% خطا اول ما يلقوا هيكل عظمي قديم 3 لا ده ما انسان، ده ما انسان، ده حيوان، حاجه مختلفه خالص، بنتكلم عن حاجه مختلفه. والغلاط بعد ده يا اخي ده انسان، لا ده ما انسان، قال لكم ده انسان، ده ما انسان. الكلام ده طبعا انا حصلت حاجه مختلفه جدا جدا قبل زي 20 سنه كده ثاني. اكتشفوا الدي ان ايه. ناس التشريح بعد ده العفو والعافيه خلوهم خلاص ما دايرين نقول الدي ان ايه ده لو لقوا عظمه مش عرفوها دي حقت انسان ولا حقت حيوان ولا حقت كده، لا المرحله دي جاوزوها انسان وقريبك انت ولا قريبه هو ولا قريب ذاك ولا قريب ذاك. خلاص المرحله مشت بعيد بعد ثاني، ما في غلط اصلا، ما في غلط. دي ان ايه بتاعت اي عظمه اتلقت دي بتاعت شنو معروفه وبتنتسب لمنو قريبه بحس بقت موضه في اوروبا طوال الناس بتستمتع بالقصه دي. انا اصلي من جاي من افريقيا ولا انت جاي من اوروبا ولا انت اصولك مكسيكيه ولا كده قبل الاف السنين يعني مش حاسه بقت كده خلاص دي ان ايه. تبقى الناس لازم توفق اوضاع ابو 3 مليون انسان وابو 6000 انسان ده سيدنا ادم، دي مشكله معضله الناس لازم تحلها. وربنا سبحانه وتعالى دعانا اننا نحل الموضوع بخطاب رسمي، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. رسمي يعني ده تكليف. والايه دي الحقيقه بتدل يعني فيها معنى كده ناعم بتاع انه انا ما قلت لكم الكلام كله في القران، لانه لو اتقال ما كان بيقول لنا شو فتشوا سيروا في الارض انظروا كيف بدا الخلق. ما خلاص استيت ظاهر الكلام قلنا لكم كذا كذا كذا، لا امشي انتوا فتشوا شوفوا الحصل شنو والخلق ابتدى كيف. بقت مسؤوليه بعد حسن. طيب الحقيقه نظريه داروين الناس كتار يمكن يكونوا عارفينها، لكن احنا نلخصها سريع كده ونطلع منها لان احنا حاسين انه موضوع اهم ثاني. دارين نوفق اوضاعنا زي ما قال الاستاذ. داروين النظريه العامه يعني او بدايه الخلق ده ابتدى كيف؟ في نظريه علميه ليه وحسن. النظريه العلميه بتقول انه في مواد موجوده كانت في الارض اصيبت يعني مواد يعني معادن يعني اصيبت بشحنه بتاعت برق كهرباء، جات كهرباء هي في المنطقه بتاعت ادغال ولا المنطقه بتاعت مستنقعات، حصل لها تخثر ابتدت تكون البدايات بتاعت احماض امينيه. الاحماض الامينيه دي اتطورت شويه وشويه، طبعا الكلام ده ملايين السنين. الكلام بتاع طبعا اي زول عارف انه الارض عمرها حوالي 4 مليار سنه. الارض عمرها 4 مليار سنه. ابتدت الكلام ده كله قديم خالص يعني. ابتدت تتكون الاحماض الامينيه دي وبعد ذاك تعمل يعني مخلوقات بسيطه اميبا وكده، اتطورت لطحالب عايشه بالماء. الطحالب دي ابتدت عملت حيوانات بسيطه رخويات موجوده في الماء. الرخويات دي بعد شويه اتطورت وعملت حيوانات اسماك وغيرها. الاسماك استعملت الزعانف بتاعتها بعد فتره وابتدت تطلع بر البحر وبقت برمائيات. والبرمائيات دي بعد شويه بقت حيوانات خلاص عايشه برا، بقت ثدييات، ومنها طلعت الطيور. التطور قاعد يحصل كده، حصل كده، ده كلام ضروري. وكله قاعد يحصل بناء على الاسباب الطبيعيه والمناخيه. يعني الاسماك لما طلعت برا واستعمل الزعانف عشان لانه الاكل عندها بسيط ما موجود كثير يعني، ابتدت تطلع برا. النظريه بتاع داروين الحقيقه نظريه مثبته وما في زول حتى يعني العالم الغربي برا ما بغلطوا فيها الا زول يكون متمسك بديانته. انا بتكلم عن المسيحيين. من سوء حظهم الكلام في التوراه جعل خلق الانسان بتفاصيل ممله، تفاصيل دقيقه جدا ما بتقدر تزوغ منها اصلا ولا بتقدر تعمل اي توفيق. يتحددت خلاص، اول يوم اتخلق كده الشجر، ثاني يوم اتخلق الماء، ثالث يوم اتخلق الدواب الارض مفصله. الناس اكتشفوا ان الكلام ده ما كده اصلا ويستحيل يكون كده. يعملوا شنو يعني؟ معظمهم بقوا بالمساله ما مهتمين بالدين، ودي انا عشان كده بقول انه الكلام بتاع سيدنا ادم ده كلام مهم جدا جدا، لانه ده السبب بتاع المفارقه بين
الدين المسيحي واتباعه فارقوه من الحته دي. اول ما تاكدوا من نظريه داروين علميا ثابته تماما والدين بخالفه، ما عندك حل، يعني تختار واحد فيهم. في واحدين متدينين جدا مسكوا راسهم طبعا ولا واصروا وما عندهم حل للحقيقه الا انهم يسووا عكسه. وفي واحدين الناس الثانيين خلوا الدين كله بقى دين بتاع كنيسه وزواج وحتى في الزواج ذاته خلوه. فارقوا الدين بتاعه. عشان كده انا افتكر ده خطوره الموضوع بتاع سيدنا ده ما رفاهيه. احنا ما ننظم حسب في الموضوع يعني ما عنده معنى شديد وما بهم ده الموضوع ده والله حساس جدا. وكل الحس الطلبه الجداد في المدارس وكده اول ما يكبروا ويعرفوا انه داروين ده 100% ويجوا يعني خلاص يتاكدوا منه تماما، وبعد ذاك يجوا يقروا في الدين والتفاسير القصه بتاعت التمثال بتاع الطين ده القام يعني بيخشوا في مشكله حقيقه يعني. وكده الناس يعني بتهد في الدين بتاعها بدون ما تدري، يفتكروا انهم بيدافعوا عن الدين الاسلامي ويطردوا النظريات المتطرفه وداروا، لا ابدا. هتعمل في يعني الناس هتعمل في حاجه عكس كده تماما يعني. فلازم الناس تكون واعيه للنقطه دي ويستفيدوا من تجربه المسيحيين الحصرت. ومن تجربه المسيحيين ما حصلت في حاجه غير في موضوع سيدنا آدم. طيب داروين الحقيقه طبعا حسب موضوع داروين ده حسب بموضوع الدي ان ايه، لكن هو بدايته يعني الحياه خلته يفكر في انه المخلوقات دي كلها جايه من اصل واحد ومنبع واحد، انه لقوا في طبقات في الارض يعني المخلوقات البسيطه قاعده في طبقات دنيا تحت في الارض، وكل ما تطلع لفوق كل ما تلقى في حيوانات متطوره اكثر منها والبعد متطوره اكثر منها وهكذا، التطور قاعد يطلع لفوق. ده طوالي دليل على انه التحت دي هي اللي اتخلقت الاول وماشيه بعد ده طالعه لفوق طالعه لفوق طالعه لفوق، كل ما تتطور تبقى حيوانات معقده زياده وفيها آلاف وملايين الخلايا، دي حيوانات جد منها وتطورت منها. الناس دائما بيسالوا الحقيقه في خصوص نظريه داروين، يقول لك يعني شنو تطور حاجات وخلى حاجات ما تتطور؟ في حاجات بتتطور وفي حاجات ما بتتطور. حقيقه الحاجه اللي بتخلي بعض المخلوقات تتطور يعني مثلا القصه الكلاسيكيه بتاعت الشاه لما تبقى رقبتها طويله وتبقى زرافه. شنو خلاها زرافه ولسه الشاه قاعده الثانيه؟ الشاه اللي بقت زرافه دي لانها كانت موجوده في منطقه مثلا فيها قحط شديد جدا وما فيها امطار شديده وانعدمت العشب الموجود في الارض وبتاكل منه، بقى الا في الشجر الا تطلع تاكل فوق الا تمد رقبتها تاكل فوق، زي ما حس عندنا الغنم بيحاولوا يشابوا في بعض الاشجار يعلوا لها فوق يعني. الغنم ده لو ربنا اداكم العمر وعشتوا مليونين سنه كده يعني بعد ذلك بيمشي على رجلين وما بيمشي ثاني خلاص، هو بيجي يطلع فوق. التطور قاعد يحصل كده. الحيوانات اللي ما بتقدر تتشابه وتطلع فوق وتمد رقبتها دي تموت، ما قاعده تستمر. القدرة التشابه دي بتطلع جيل جديد عنده قدره حيطلع زي امه ولا حيطلع احسن منها بسيط. لو امه قدرت تتشابه 5 سم وده هيطلع 5 سم وواحد منه وهكذا. الحرب العالم كله حس في حاله بتاعت حرب بتاعت تطور، الناس بس ما قادره تنظر ليه. ليه؟ لانه الاعمار صغيره. يعني احنا هسه من ابتدينا كتابه التاريخ 6000 سنه، دي فتره بسيطه جدا في تاريخ التطور، ما بتعمل اي حاجه، ما في زول قادر يكتب حاجه في الموضوع ده. الموضوع ده ملايين السنين انت تقدر تعمل تطور. انا اديكم مثال مثلا، يعني في حيوان صديق للانسان اللي هو الكلب يعني الصغير. الكلاب دي لو زول لاحظ ليها فيها اشكال كثيره جدا، في كلاب ضخمه تشبه الحصان، وفي كلاب ثانيه ممشوقه كده بتشبه الغزلان كده، في كلاب ثانيه بتشبه الذئاب والثعالب شديد خالص، وفي ثاني كلاب صغيره كده بتشبه يعني الكدائس الصغار، وفي واحد صغار جدا كده بتاع بيدلعوا بيهم كده بيشبهوا الفيران حتى. الكلاب دي كلها في حاله تطور حسن، ولو الناس انتظرت ملايين السنين ثاني اي واحد فيهم هيبقى حاجه مختلفه وعنده شيء مختلف. كل الحيوانات حسب الاشكال المختلفه دي لانها قاعده متطوره وما بتتطور كلها، في نوع ما بتتطور لو ما جت اسباب وجيهه خلته يتطور، او لو ما حصلت طفره جينيه. الطفره الجينيه دي في بعض الحيوانات بتكون ماشيه بتطور تدريجي معروف والناس قاعدين تراقبها كويس،
لكن فجاه كده بتحصل فيها تغيير شديد فجائي. الناس بيعتبروا انه حصلت طفره جينيه فيها، زي مثلا نوع من الكلاب كده فجاه يظهر ما عنده دم في منطقه معينه. الطفرات الجينيه بتحصل لاسباب طبيعيه برضه، يعني مثلا منطقه حصل فيها بركان شديد جدا وافرز غازات بتاعت اكاسيد الكبريت وكده وسمم الجو بتاع المنطقه، في بعضها حيموت لكن في بعضها حيستمر، لكن بيحصل فيه تغيير. ما بتمر ساكت بالتلوث اللي حصل لها الشديد ده، يعني دي بتتغير. لكن في وحدات ثانيه قاعدات في مناطق ثانيه مختلفه سالمين وامنين ما بيتغيروا، بيمشوا عديل كده وبيفضلوا مختلفين من اخوانهم اللي اتغيروا دي. عشان كده حصل التغيرات قاعده تحصل في العالم كله في كل الحيوانات الموجوده، حتى في الانسان. الانسان يعني الموجود في مناطق حاره لازم جلده يكون اسمران او اسود شوي عشان يشعل الشمس. القاعد في مناطق بارده لازم يكون ابيض. القاعد في مناطق مرتفعه شديد ده لازم تلقى يعني انفه مرتفعه خالص، يعني عشان الاكسجين بقى ضعيف فوق فلازم يستنشق كميه اكبر. القاعد في مناطق منخفضه جدا والاكسجين عالي فيها ده بتكون يعني خبطه طفصه. التغيير قاعد يحصل كده بالاسباب الطبيعيه، وحس التغيير حاصل في كل المجالات في كل المخلوقات قاعد يحصل التغيير. دي الخلاصه بتاعت نظريه داروين الحقيقه في التطور، انه الحاجات قاعده تتطور وانها ابتدت من هو الحقيقه القصه دي ابتدت القصه اللي قلتها قبل بتاعت انه تجمعت بعض المواد في التربه وضربتها شحنه بتاعت برق كده وابتدت تتخسر وطلعت البدايه بتاعت الكائن الحي. دي الناس اللي مسكوها ضد داروين انه ده بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق، فكيف انت تقول شحنه؟ الحقيقه احنا المسلمين الكلام ده ما يزعجنا اصله، لانه الطبيعه دي هي يد الله التي ينفذ بها مشيئته. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو عاوز يعمل حاجه هيعملها كيف؟ بيأمر الطبيعه بانها تنفذ كذا وكذا. لو عاوز يعاقب امه من الامم بيعمل لهم بركان، بيعمل لهم زلزال، بيعمل الطبيعه هي بتنفذ في المشيئه. فاحنا ما خايفين من قصه انه يعني مع انه داروين مسكين، انا افتكر انه ما كان ملحد ولا كان بيؤمن بربنا فعلا، وهو قال كده يعني ذكرها في كتابه، لكن الناس اعتبرت انه دي شحنه ضوء جات، شحنه برق جات عشوائيه، وما كان في داعي لاله ولا في حوجه لاله. الكلام ده قالوه الناس في المرحله بتاعت فعلا يعني انحراف على الدين شديد واصرار على الانحراف ده، وشال المشكله دي داروين المسكين. طيب احنا الحقيقه بعد موضوع داروين ده دايرين نخش لموضوع نحن الحقيقه. طيب معلش يعني تخلوا بالكم معانا طويل، احنا هنقول كلام حساس وجديد فالناس يعني تكون عندها شويه ايوه. طيب الانسان حقيقه احنا بنفتكر انه طبعا زي ما قلت لكم قبل كانت في مشكله في انه في انسانين عايشين، ما عندنا مشكله معاهم. في انسان فعلا جاء متطور من قديم الازل زي ما داروين قال، وكان متطور مما قبله. مثلا الناس بيقولوا الانسان اصله قرد، الكلام ده حسب على الدي ان ايه اصله ما قرد. احنا ما اصلا قرد بالمناسبه، في حاجه اسمها الميركات لو سمعتوا بيها. احنا والقرد اصلا ميركات، يعني احنا ما جايين من القرد، احنا جايين من الميركات والقرد جاي من الميركات. خلاص كده الحياه تتوضح بعد ثاني بصوره يعني كبيره. القرد لما كان بيشبه الانسان بيعمل حركات زيه والغوريلا والشمبانزي، فالناس طوال افترضوا انه هو جاي منه، يعني ما جاي منه احنا وهو جايين من حاجه ثانيه اسمها الميركات. لو يزول عنده انترنت ولا سمارت فون يشوف الميركات دي شكله كيف، بيقيف كده وبيتاوي كده وبتاع في الشكل بتاع الانسان كده. طيب الانسان الاول ذاك اللي قالوا عليه ناس الجيولوجيا ولقوه وعمره ملايين السنين، ده ربنا سبحانه وتعالى قال هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ده الانسان ذاك انسان كان عايش زيه زي الحيوانات، بيتوالد وبيسكن في الكهوف، لكن انسان ما بيعبد ربه، ما نزلت له اي ديانات، ما عنده عقل متطور. ده انسان عايش على الهامش، ده انسان لسه حيوان، ده ما مرحله التكليف لسه، ده يعني لم يكن شيئا مذكورا هذا الانسان. وربنا قال لنا في سوره الدهر واضحه
هل أتى على الإنسان حين ميته؟ لم يكن شيئا مذكورا. كان بس بيتناسل وبيعيش وبيموت ملايين السنين، ما قاعد يعمل أي حاجة. طيب الكلام ده حتى مرحلة العصر الحجري الحديث زي كل الناس دي. مرحلة العصر الحجري الحديث حصلت حاجة مختلفة، ظهر فيها نوع جديد من الإنسان. دي المرحلة اللي ظهر فيها سيدنا آدم، العصر الحجري الحديث. الحقيقة يعني الإنسان ده كلف بناء على اتفاق مسبق، إحنا ما عارفين تصوره كيف الحقيقة، ما عارفين تم فيها ظروف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده كان اتفاق مع عرض على كل الكائنات الموجودة وحمل الإنسان. الظروف اللي تمت فيها الحكاية مع كل هذا ما قادرين نعملها تصور. يمكن واحد من الشباب ده يقدر بعد ذاك يفكر فيها تمت كيف. لكن المهم بعد ما الإنسان وافق على إنه يحمل الأمانة دي، بعد ده كان لازم يحصل فيه تغيير. هذا الإنسان لازم يحصل فيه تغيير. حصلت فيه طفرة جينية زي اللي أنا قلت لك من قبل. حصلت طفرة جينية في الإنسان اللي كان عمره 3 مليون سنة وعايش ساكن في الكهوف. الطفرة الجينية حصلت في حتة بسيطة زي ما قلت لكم، المعجزة الناعمة اللي احنا قاعدين نشوفها في كل القرآن وفي كل القصص. المعجزة حصلت والطفرة حصلت في عقله فقط. بقى عقل متطور، عقل كبير، عقل واسع، مش في الحجم بتاعه. لأنه الأحجام الناس الكبير قلت لك عليهم من الإنسان ذو اليدين والإنسان يعني كل الناس اللي عاشوا في 3 ملايين سنة أحجام الجمجمات بتاعتهم كانت ماشية مختلفة، مرات تزيد مرات تنقص مرات كده. سيبك منه. حصلت طفرة حقيقية في نوعية العقل ذاته كان موجود، طريقة تشغيل المخ حصلت فيه طفرة جينية. اتولد سيدنا آدم. سيدنا آدم اتولد ولادة طبيعية من الجيل اللي كان قبله، إنسان العصر الحجري الحديث كانوا موجودين. اتولد سيدنا آدم ولقى روحه يعني مختلف من الناس اللي حواليه، حصل فيه طفرة جينية سيدنا آدم. طبعا يتواصل مع ربه بعد ذاك واخطر بالتكليف بتاعه انه هو اول انسان. مرحله جديده ابتدت لسيدنا ادم. طيب، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طبعا ده الكلام اتناقش كثير ان الملائكه كانوا بيعلموا الغيب، لا ما بيعلموا الغيب، لكنهم الواضح انهم كانوا بيشاهدوا الخليفة المتوقع ده والوعدوه، كان يشاهدوه. وإنسان فعلا كان يعني كثير السفك للدماء، ودي يعني مثبتة. كل الكهوف بتاعته في عظام مكسرة ومدشدشة تماما. إنسان صعب خلاص كان موجود يعني القديم ده. والحقيقة كان إنسان صياد ما عنده عقل، إنسان قوي وضخم شوية، وإنسان فتاك بيقتل أي حاجة، بيقتل بعضه. ده يعني اشمئزت من الملائكة إنه ده اللي حيكون خليفة. طيب السيناريو بعد ده كان حصل شنو؟ يعني إما إنه المرحلة ابتدت بداية سيدنا آدم، يا إما كل الناس اللي كانوا موجودين قبليه ديل تتم إبادتهم وإزالتهم من الكرة الأرضية عشان تمهد المجال بعد ده والكرة الأرضية لنوع جديد من البشر، أو يتم التمازج بيناتهم. الحقيقة في كثير من الناس يعني كتبوا في الكلام ده، يعني الناس اللي ابتدوا يكتبوا في موضوع سيدنا آدم برؤية جديدة وأبادوا كل الناس دي. ليه؟ أنا ما عارف السبب شنو يعني يبيدوا. ما أبادوا ولا حاجة، الناس دي كانوا واعدين. والحقيقة شوف دي مشكلة ثانية، لو أنت أبدت الناس دي كلهم وخليت سيدنا آدم وأمنا حواء يبتدوا يتناسلوا من قبل 6000 سنة، كان كلنا حنكون شبهنا زي بعض دمغة بس زي القرش، ما بنختلف كله شكلا. 6000 سنة بسيطة جدا للتغيير. العايشين في أفريقيا ولا عايشين في القطب الشمالي ولا الجنوب ما بيتغيروا في 6000 سنة. التغيير بيحصل بالتزاوج. الناس القبلينا اللي عاشوا ملايين السنين ديل هم اللي تغيروا، هم اللي أخذوا السحنات. ناس أفريقيا بقوا شكلهم أسود، وناس أوروبا بقوا شكلهم أبيض، وناس آسيا بقوا شكلهم أصفر. ده حصل من ملايين السنين، والأشكال دي كانت ثابتة. ودي ممكن تشوفها أنت عند المصريين، عند الفراعنة. يعني حتى لو شفت التماثيل بتاعتهم والرسومات بتاعتهم للملوك
ملوك مصر الدنيا ومصر العليا والسافل والصعيد تلقاهم بالضبط بيشبهوا الناس الحسن. يعني الناس اللي عايشين على منطقه الجنوب بتاعنا الناس النوبه دي زي اشكال الناس الحسن موجودين، والكلام طبعا له زي 5000 سنه اللي هو قريب على عهد سيدنا آدم. الناس دي بيشبهوا الناس الموجودين هسه بالضبط، وناس الشمال بيشبهوا ناس الشمال، والتماثيل اللي وجدت في اوروبا للناس يعني قبل آلاف السنين بيشبهوا الاوروبيين. ما بيحصل اختلاف. الاختلاف في الاشكال لازم يمر عليه ملايين السنين حتى يحصل، غير كده ما بيحصل. او بالتزاوج. التزاوج طبعا موضوع مختلف، يعني زول ابيض مع اسود بيطلعوا حاجه مختلفه طوال، لكن لو خليت ناس براهم عشان يجيبوا يطلعوا اجيال لازم تكون شبه بعض، حتبتدي تتغير بسيط بسيط بالسنين، ملايين السنين. فيعني ناس عبد الصبور شاهين والجماعه اللي كتبوا في الموضوع ده واعدموا كل الناس الموجودين قبلينا قبل مرحله سيدنا ادم، ما انا افتكر ما لهم حق، ما في سبب كان للكلام ده، غير انه الشواهد بترفض الفكره بتاعت انه تم وجود، غير عداله السماء. يعني الله سبحانه وتعالى اللي يبيد الناس دي كلها. الآيات اللي ذكرت القصة بتاع سيدنا آدم في القرآن كثيرة وعديدة، يعني احنا لازم نتعرض لها، الحقيقة لازم نتعرض لها كلها عشان نشوف في آية كده بترفض نظرية داروين. ما حنقدر نقولها كلها حسنا مع كل أسف لأنه الزمن، لكن حنجيب أمثلة من كل حاجة يعني. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. طيب خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بعدين أنا حاجة أشرح موضوع الطين. الإنسان خلقناه من سلالة من طين. في المخلوق الأول كان من طين صحيح، وابتدى يمشي عمل سلالة، بعد ذاك خلقنا الإنسان منه من سلالة. يعني دائما في أي آية تلقى مفتاح سميه مفتاح داروين، تلقى مفتاح كده بيقول لك انه داروين ده كلامه ما يعني نشاز شديد. سلالة من طين. طيب الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. شوف الحياة ماشية كده ثم في مراحل عديدة يعني. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. المرحلة الأولى ديك من طين صحيح ما فيها غبار. ثم جعل نسله من ماء مهين. بعد التناسل تم عادي. دي لوسي والناس اللي عمرهم 3 مليون سنة و2 مليون سنة دي متناسلين تناسل عادي جدا. بعد ما تجاوزوا مرحلة الطين الأول ذاك هو يتناسل تناسل عادي. ثم سواه. ده خلاص ابتدوا بعد ذاك وقفوا على حيله وبقوا ناس عندهم كاملي يعني الإنسانية، شكلهم كده بشر زينا ما فيهم أي حاجة، يدينهم فرغوها بعد الاستخدام. طبعا اليدين بالمناسبة مهمة جدا لما تتفرغ. اليدين لما تتفرغ من تسلق الأشجار والحبو والكده بعدين تبتدي تستعمل، تبتدي تكون كريات، تبتدي تكون أيدي عاملة بتصنع الأشياء، ودي مرحلة مهمة جدا. مرحلة التسوية دي مهمة. طيب ثم سواه ونفخ فيه من روحه. شوف بعد التسوية ما تمت هنا مع انه ثم دي بتفيد يعني التراخي، لكن المرحلة الأخيرة بعد ما تمت التسوية ونفخ فيه من روحه خلاص. بعد ده نفخة الروح دي الطفرة الجينية اللي حصلت في سيدنا آدم تمت مباشرة. دي ما تدرجت ولا حصل فيها حاجة. إنسان ولد. ناس العلوم طبعا ما كل الناس مؤمنين ومسلمين، ناس العلوم يسموها طفرة جينية، المسلمين يسموها نفخ فيه من روحه. المعنى واحد، بقى إنسان متطور ما مختلف من اللي قبله. وطبعا دي الأضرار اللي حصلت دي يعني سيدنا نوح قال يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا والله أنبتكم من الأرض نباتا. طبعا ده عملت مشكلة كبيرة، والله أنبتكم من الأرض نباتا دي
للناس المجددين. ناس اللغه العربيه قالوا يعني هي طبعا الله انبتكم من الارض نباتا دي متسقه مع نظريه داروين. يعني احنا الاصل الاول بتاعنا قبل حتى الرئيسيات موضوع القرود والجمب قبل ده كثير جدا احنا كنا حاجه مختلفه خالص، طورنا من نبات. فالآية هنا متسقة مع النظرية بتاعت داروين، أصلا ما اختلفت منها. ناس اللغة العربية قالوا لو المقصود النبات ده كان اتقالت والله انبتكم من الأرض إنباتا بدلا من نباتا. عموما النبات الكلمة بتاعت الله انبتكم من الأرض نباتا بتعمل رعاية. يعني ربنا سبحانه وتعالى رعاكم وانتم بتتطوروا مرحلة لما وصلتوا المرحلة المتقدمة بتاعتكم. لو متذكرين في سورة مريم وأنبتها ربها نباتا حسنا وكفلها زكريا. يعني ممكن تستعمل كلمة يعني الإنبات بتاعت إنك تطرع بس الرعاية. لكن عموما حتى لو استعملت كلمة يعني النبات ده موصول مع سيدنا آدم ما في ممانعة أصلا. نظرية داروين قالت كنا نبات إحنا قبل ما نبقى حيوانات وبعد ما بقينا حيوانات بقينا بشر. لو فيكم زول شاف النبات اللي بياكل الحشرات والطيور وكده في مرحله تحويليه يعني. طبعا الحياه دي حاسه بسيطه جدا ما كثيره لكن دي موجوده ممكن الناس يراقبوها. يعني النبات ممكن ياكل يعني كان يعني شكله قريب على الحيوان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. داروين راحل خلقك عداك سواك. أنا ما أعرف لو مقصود بها شو سواك. لو افترضنا إنه ما مرينا بالتطورات بتاعت داروين يعني وعدلك بتلاقي لها تفسير ثاني يعني مناسب في الحتة دي ولا لازم بس نقحم أي تفسير والسلام؟ يعني ظاهر إنه هنا الآية دي داروينية جدا يعني. خلقك فسواك فعدلك. طيب هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. خلقته من طين بعد ذاك أجل الأولاني ذاك لما بقيتوا بشر بعد ذاك ده ثاني أجل لما تموتوا. طيب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جاي مهم جدا الحقيقة لأن أول مرة تربط آدم بالتراب. هلا بالمناسبة لو زول خدت الآيات كلها بتاعت موضوع سيدنا آدم قدامه ما بيلقى خطاب مباشر لأنه آدم خلق من تراب. يا إما إبليس منزعج من إنه أنا خلقتني من نار وخلقته من طين كده، أو ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الناس كلهم بيقول لهم انتوا مخلوقين من طين ومن تراب وكده، لكن عشان ما يقولوا آدم مخلوق من تراب بس الآية ما في غيرها. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب سيدنا عيسى ما خلق من تراب يعني كده، هم ولدته وامه يعني لحم ودم. دي أكثر آية ممكن تقول كمان إنه سيدنا آدم ده ما مخلوق من تراب مباشرة. سيدنا آدم صحيح إعجاز حصل فيه وبدايته كانت من تراب وكده، لكن في الآخر زي مثل عيسى. الناس طبعا قالوا الإعجاز بقى في إنه ده يتولد بدون أم وده يتولد من طين. قدروا يربطوا الشغلات، لكن المثلية كاملة، الاثنين زي بعض، الاثنين مولودين والاثنين من تراب. يعني ما في حاجة بتخلي الناس تفترض انه الآية دي تتحدث عن انه في معجزتين منفصلات. لا. الحقيقة الآيات كلها بتدور في الفلك ده، يعني ما في داعي نعيدها كلها، لكن يعني إن شاء الله لو فيهم ناس حفظة يعني ولا ناس يقدروا مشوا رجعوا القرآن، لو أي زول لقى له آية تتكلم عن موضوع الخلق ده والطين والتراب وآدم ولقاها مشاترة لنظرية داروين تجيب لنا طوال نهتم جدا بالموضوع. في أحاديث طبعا نزلت يعني لو خلينا القرآن في السنة في أحاديث كانت كثيرة،
في حديث مثلا بتاع خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يعني كويس إن العلماء بتاع الحديث يعني كفونا مؤونة يعني الحديث ده ما رضي يعني بيه من الأول ذاته بتاع خلق الله على صورته ما عجبه من الأول. بعدين زول طوله 70 ذراعا ما في. الناس اللي لقوهم كلهم الهياكل العظمية قدر الإنسان الحالي الحس تماما، ما في هيكل عظمي كبير. الهياكل العظمية الضخمة تحت الديناصورات والكلام قبل 200 مليون سنة و100 مليون سنة ده كان لأسباب طبيعية حقيقة. الأكسجين كان عالي جدا في الكرة الأرضية وبتاع المخلوقات الوقت ده كانت لازم تكون كبيرة. لكن دي مرحلة قبل سيدنا آدم وقبل الأشباه بتاعت أشباه الإنسان وقبل كل المراحل. دي مرحلة ما بزول حصة ولا يعني برر من التصور بتاعنا المرحلة بتاعت الأشياء الضخمة. لكن أي هيكل عظمي يتلقى للإنسان في حدود الأطوال العادية في فروقات بسيطة. يعني إنسان نياندرتال ده إنسان قوي عضلاته قوية جدا. أنا أفتكر إنه النوع ده هو طبعا كان منتشر في العالم كله وفجأة انقرض قبل زي 30,000 سنة. إنسان نياندرتال ده قد يكون المصريين استخدموا بعض الناس منه في بناية الإهرام. بناية الإهرام ده بالمناسبة مشكلة كبيرة جدا. الإهرامات دي يعني كانت دايرة ناس شوية يعني عندهم عضلات أكثر من الناس الحاليين عشان يرفعوا لهم حجر 2 طن ارتفاع حوالي 100 متر ولا كده. وفي نظريات كثيرة عن الرفع ده تم كيف، ما كان في رافعات ولا تم غيره يعني. فقد يكون في بعض الناس من السلالات بتاعت الإنسان نياندرتال وكده هم طبعا ما حسب ما تفرزوا محسن. انت لو لقيت هيكل عظمي اليوم ما بتفرزوا لك خلاص هيكل عظمي عادي. لكن من المقاييس بتاعت العضلات وبتاعت العظام وبتاعت كده هم كانوا اقوى فعلا من الانسان العادي الحسن. اقوى مش اقوى يعني اقوى حاجه مبالغ فيها ولا حاجه مختلفه خالص اقوى منه بس. هو اطول منه بس. يعني انا عشان كده بفتكر انه الحديث ده لو ثبت انا طبعا حسب يعني ما بتجرأ اقول الحديث ده ضعيف ولا بتاع ده شغل ناس ثانيين. لكن لو الحديث ده ثبت انا بفتكر قد يكون 70 ذراع دي 7 أذرع. قد تكون كده 7 أذرع. لكن يعني في النقل بعد ذاك اتخطت لها الصفر بقى 70. 7 أذرع ده ممكن يكون انسان طوله 240 سم ولا كده انسان طويل يعني. لكن ممكن على كل حال ما حاجه مستحيل. لكن 70 ذراعا ده انسان عماره عاليه جدا ده ما في مثل يعني حتى الحاجات ال في جدة مثلا في قبر طويل كده بيقولوا ده قبر أمنا حواء. المهم ما ثبت أصلا مطلقا إنه في حاجات طويلة زي. في حديث ثاني إن الله عز وجل خلق آدم من قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. يعني الحديث ده بيحتمل الرمزية في المعنى بتاعه. الناس مختلفين كلهم وكده يعني. في فتح مكة برضه يعني جاء حديث بتاع الناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب. يعني أبو عيسى قال هذا حديث غريب لا معرفة. وقال البخاري وآخرين عن عبد الله بن جعفر إنه ضعيف الحديث وهو لآخر أيامه. عموما الحديث ده ورد في فتح مكة في سياق أن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بأبنائها وأن الناس الآن قد أصبحوا سواسية والله أعلم. أنا الحقيقة معلش ضيعنا الزمن لكن جيتوا متأخرين يعني برضه السبب يعني. لكن إن شاء الله تكونوا بس يعني دخلتوا معنا في المشكلة عرفتوا إن في مشكلة حاصلة. أنا الحقيقة حامر سريع على مفاتيح معضلة سيدنا آدم. كويس؟ الودلان دي أهم حاجة. دي كان برايا ريت لو إحنا لو كان حلينا الجزء الأولاني كان اتكلمنا في الموضوع ده. واحد حل معضلة الطين والتراب في خلق الإنسان. التراب ده شنو؟ ما معنى التراب؟ وما معنى الطين؟ الطين معروف تراب مخلوط بالمويه. ما هو التراب؟ التراب عموما باختصار التراب ده عبارة عن 4-5 معادن موجودة بصورة رئيسية في التربة إضافة لها 6-7-8 معادن تاني موجودة بصورة أقل منها. في مناطق فيها المايكا والمناطق الصحراوية والسيليكا، في مناطق فيها النحاس أكثر، الحمراء فيها أكاسيد الحديد، في حتت فيها الذهب حتى بقت حسه، في مناطق فيها الطفل،
الخضراء دي، وفي المناطق المالحه فيها مركبات الصوديوم. المهم التراب ده يعني كلمه عامه، لكن كلمه التخصص بتاعها هي عباره عن 5 6 معادن موجوده بصوره كبيره، ومعاها ثاني 6 7 معادن موجوده بصوره اقل منها. الانسان مخلوق من شيء؟ الانسان وكل الكائنات الحيه من خلايا. اي حاجه في جسمه خلايا، لغايه الدم خلايا. الخلايا دي مخلوقه من شيء؟ موجوده. الخلايا مكونه من 4 5 معادن بصوره رئيسيه، كربون وفوسفور وكبريت وكده، 4 5 معادن بصوره كبيره، و6 7 معادن ثانيه موجوده بصوره اقل منها. يبقى احنا مخلوقين من تراب. الكلام واضح. هو المفروض احسن تلميذ في المدارس ما عارفه يعني، ما محتاج الى تمثال من طين ومن تراب قام هبه. احنا مخلوقين من تراب عارفين، وربنا سبحانه وتعالى كل ما يخاطبنا انه خلقتكم من تراب ومن طين وبتاع، دي وقع علينا تماما وما عندنا في اي غلط. لكن مو الطين ساكت كده تمثال وقام، حتى بصوره علميه تماما احنا من تراب، دي متاكدين منها بصوره علميه. طيب كيفيه، طبعا حصل ورينا سيدنا ادم حصل فيه طفره جينيه طبعا. كيفيه ظهور حواء على مسرح الاحداث. الكلام ده شويه ركزوا معايا وخلوا بالكم طويل. هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. طيب في آية ثانية نقولها حتى نرجع لدي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الآية دي انتوا فهمتوا منها شيء؟ إنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني خلق لكم من بنات بعضكم البعض زوجات. كلام واضح مش كده؟ طيب يعني ما خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما استنسخ منكم وطلع من ضلعتكم. خلق لكم من بنات بعضكم البعض زوجات. آية واضحة. طيب نرجع نقيس عليها الآيات الثانية دي. خلقكم من نفس واحدة لسيدنا آدم عرفنا، ثم جعل منها زوجها. طيب أمنا حواء جات من سيدنا آدم. جات منه كيف؟ يا إما من ضلعته، ودي ما عندها معنى واضح الحقيقة، والإنسان حسن ما عنده ضلع ناقصة ولا كلام بتاع التوراة. أو ولد سيدنا آدم يتزاوج مع الناس اللي كانوا موجودين في عهده، نساء كثيرات موجودات، احنا قلنا هم كانوا عايشين عددهم حوالي 40,000 كان نسبة في الوقت ده. وولد منهم طبعا عرف رسالته شنو الموجودة في الدنيا وانه شنو المهمة المناطبية. ابتدى يتزاوج مع النساء، وقد ما تكون المحاولة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة ولا كده، كل النساء اللي بيطلعوا يعني بيشبهوا أهلهم. واحدة منهم جات بعقل متطور زيه أمنا حواء، وتزوجها بعد ذاك. جعل منكم خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها. جعل منه يعني تحس ولدك ده منك ولدت، ما في داعي يكون انشطر منك يعني، ولدك ده منك انت ولدت. الموضوع بسيط يعني. انا ما اعرف ليه الناس يعني حاولوا يعقدوا الموضوع. شو هو الموضوع نفسي يعني؟ سيدنا ادم يتزوج بنته، شوف يعني يا للعار يعني. يا جماعه الشريعه كانت غير الشريعه، والدنيا كانت في بداياتها، والفهم كان مختلف خالص. ما تقيسوه بالشريعه بتاعتكم الحاليه. وعموما يعني ناس كتار جدا مننا رضوا بانه ابناء سيدنا ادم يتزوجوا من اخواته، دي ما في زول اعترض عليها حسان. وفي حاجه معلومه ثانيه بالمناسبه، القصه بتاعت الزواج من البنات ده استمرت لفتره طويله جدا بعد سيدنا ادم، تيمنا به وتقليدا له للسبب بتاعه ذاته، انه لابد من المحافظه على الجينات الغيمه اللي حصلت دي، الجينات المتطوره في عقله دي لازم الناس يستمروا فيها. اظن معظمكم ما عارفين انه رمسيس الثاني الموجود في مصر تمثاله ضخم جدا في ميدان رمسيس الثاني معاه 3 من بناته. الحقيقه الناس لو رجعوا للتاريخ، الزواج من البنات ده استمر فترات طويله جدا في كل الممالك القديمه. ومش رمسيس بس، في مصر الفرعونيه الاميره ممنوع يتزوجها الا امير صنوي لها. لو ما في امير صنوي لها بيتزوجها اخوها، ده العرف العام كده. لو ما عندها اخو جاهز للزواج بيتزوجها ابوها، انتهى. عشان كده من هم صغار بيعزلوهم ويحطوهم في قصور ثانيه البنات. فالزواج من البنات ده يعني عرف عام جدا، الناس ما تستنكروا. لكن السبب النفسي ده الحقيقه خلى الناس ما تمشي للاتجاه بتاعه. خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها. يعني يا ريت لو كان في الزمن كان اقول لكم
الاستنتاجات بتاعت العلماء الحديثين طبعا الحسه ابتدوا يقولوا شنو عن النفس الواحده دي، وانها كانت الانثى اولا، وكانت يعني مشوا كثير يعني بدون سبب، ما في ما بنته خلاص تزوجها. ترابي. طيب هو الحقيقه الترابي المدرسه بتاعته بتاع محمد رشيد رضا هو لو قال نفس الكلام ده الترابي. طيب نمشي من دي ونخش في الشجره التي اكل منها سيدنا ادم وعمره الاستثنائي. دي برضه مشكله ثانيه. سيدنا ادم عاش 1000 سنه، في زول بيعيش 1000 سنه؟ الناس اعمار عاديه جدا. الحقيقه احنا لو ما كان القران قال لنا سيدنا نوح عاش 350 ما كان صدقنا ادم بيعيش 1000 سنه، لكن خلاص بقت لنا حكم عاش 1000 سنه. كيف عاش 1000 سنه؟ وشنو الشجره اللي اكل منها دي؟ يعني حس عليه الكلام العام انه شجره تفاح وفي وسط الجد. انت حس عليه لو ولدك الحقيقه في المدرسه الاستاذ اخذت له سله بتاع تفاح في الفصل وقال له ما تاكل منها، وجا ولدك اكل وقام الاستاذ ضربه وطرده، انت مش حتزعل؟ هتجي تشتكي في الوزاره غالبا كده يعني. خليك من رب يعني العزه والعداله وكل يعني لو كان ما عاوزه ياكل منها ليه اخذتها له؟ الموضوع اكبر من كده. الشجر باختصار يا جماعه، انا ظاهر الله الجماعه دي حيطردوني بعد. الشجره دي الحقيقه شجره بتطيل العمر. الشجره اللي اكل منها سيدنا ادم هي قد تكون حاسه في نوع من الجذور اسمه جنزين موجود في اسيا. الاكل منه بيحسن الخلايا ما بخليها تشيخ، والناس بتستعمله بنسب بسيطه جدا، يمكن 1% 2%، ما قادرين يستعملوه اكثر، يستعملوه اكثر بقى بتكون عندهم طاقه عاليه جدا جدا، لكن يعني بضر. قد يكون في الوقت ده كان في نوع من الشجره الزيدان والفصيله تحت الجنزين دي ما بتضر شيء، وسيدنا ادم كان اكل منها وطال العمر بتاعه وتحسنت صحته العامه. تحسن صحته العامه ده احنا محتاجين لحاجه ثانيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امر انه ما ياكل من الشجره لسبب وجيه. سيدنا ادم ده لو الناس كلها بقت تعيش زيه 1000 سنه، تخيلوا حسن الكره دي كان يعيش فيها كم؟ 6 مليارات، حسه ضربت حسه يكون الاف الالاف يعني. كانت تكون في اعداد خطيره جدا موجوده حسه، والناس بعد تتكاتل على الموارد، وكانت تكون الدنيا دي بس يعني نار مولعه يعني. الموارد بقت ضعيفه والناس بقوا مليارات المليارات. لو كل زول بيعيش 1000 سنه بقول لازم كان ما يعيش فتره طويله جدا. وهو يعني الحقيقه التصور بتاعي ده التصور ده موجود الحقيقه. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ دائما الشجره دي مرتبطه بالخلد، بتطول عمره. لو الناس القدام شويه فيكم متذكرين السبعينات والستينات هذا العقار المشهور الناس كانوا بيحاولوا يخترعوا لهم في عقار يطول العمر بمركبات كيميائيه. الشجره فيها المركبات الكيميائيه بتاعتها طبعا ما وصلوا لنتيجه كبيره يعني، لكن المهم وزين الرينج بتاع المعقول ما اشتطينا شديد يعني. قال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. مربوطه دائما بالخلد وطول العمر الشجره. لكن ناس كتار مشوا بقى سرحوا في قصه الشجره والجنس ما في سبب يعني شجره، والقران قال شجره خلد بتطول العمر، الكلام واضح خلاص ما في داعي نمشي حتى بعيد ثاني. طيب الجنه وكيفيه النزول منها وكيف بدت لهم ما سوء ادم. طيب الحقيقه العمل المشكله في موضوع الجنه ده انه الجنه يعني او تكون لك جنه من نخيل ونعيم في الفجر المحارق لا تفجيرا. كلمه جنه مرتبطه دائما بالبستان وكده. سيدنا ادم اول اعلان عنه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. سيدنا ادم جنته كانت في الارض، جنه حديقه بستان كان موجود في الارض، ما عنده علاقه بالسماء. سيدنا ادم خلق في الارض وجنته كانت في الارض، والاعلان الاول عنه للملائكه انه حيخلقوه في الارض. فما في داعي الناس تمشي توديه السماء وثاني تنزله من فوق، يعني الكلام ده كده حيبقى صعب بعد ذاك على التفسير يعني. كان موجود في الارض هنا. قلنا يا ادم هذا عدو لك فلا يخرجنكم من الجنه فتشقى ان لك لا تجوع فيها ولا تعرى. الجنه كل اللي فيها انك ما بتجوع ما بتعرى. لو كانت جنه اخره كان في حياه ثانيه كثير. عارفين احنا جنه الاخره واصطفوها علينا يعني. لكن الجنه بتاعته دي ان لك لا تجوع فيها ولا تعرى، بس بستان منطقه مرتفعه.
فيها صيد كويس، فيها مياه جاريه، فيها اشجار مثمره، فيها كده، دي جنه خلاص. طيب احنا ممكن حقه نجيب هنا مره ثانيه لو في ناس عندهم اسئله وكده، كده ما نمشي الموضوعات يعني. فضلنا موضوعين مع السجود. طب خلاص انا بس اقول الموضوعين ديل سريعات، 5 و6 ديل. معنى السجود الملائكه الحقيقه يعني ابليس ده ما غشيم. ابليس ده لو اصلا الموضوع الناس متخيل انه السجود اسجد لادم وانتهينا خلاص، يطردوه من الجنه ويكون ملعون ليوم الدين عشان بس سجده وهو ذكي زي ده، ما هيسجد كامل ويخلص من الموضوع ده. السجود لسيدنا ادم كان تسخير الملائكه له عشان يقوم بخدمته ابد الدهر بعد. ومن الوقت ده قاعدين يخدموا فيه، بيتكفلوا بتكفيل تام، مسؤولين عنه، من مولده، من رزقه، من موته بيقبضوا روحهم، من في الاخره بودوه الجنه وبودوه النار. كل الكلام ده عملوه الملائكه، والكلام ده رفضه ابليس. قال انه ما حيرعى الراجل ده اصلا ولا امته من بعد، بل بالعكس اضطر وقال حاعمل عكسي كده كمان، حاقوميه. وديل الناس المسؤولين عن انه يرعوه في حياته الملائكه، هو قال لهم ورعى. ده معنى السجود، ما بس سجده كده وقام انتهى خلاص. طيب انا اعتقد انه دي فينا خلاص ان شاء الله. لو في ناس عندهم اسئله الحقيقه بس في الاخر ده اقول انه يعني احنا يعني بنعمل افتراضات كبيره ونظريات كبيره نحاول نعمل فيها يعني تنفيذا لاوامر الله سبحانه وتعالى، وارسلوا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. لكن يعني لو ظهرت نظريات ثانيه او العالم ثبت لي تماما داروين ده اخطا كلامه فارغ كله خلاص، احنا نكون حملنا الايات ما لا تحتمل، احنا اخطانا. ما تخافوا على الدين، ما في مشكله يعني. احنا نقول اللي بنقدر عليه وحسب نجتهد اجتهاداتنا، ولو طلع في اي خطا في اي من النظريات دي اخطانا، احنا اخطا بتاع النظريات واحنا اخطانا معاه في التفسير، انتهى. ما في مشكله يعني كبيره تخوف الناس يعني. شكرا يا جماعه، كتر خيركم. انا طبعا يعني كنت مهموم جدا لانه بعتقد انه الكلام اللي اتقال ده محتاج لجدل، محتاج لحوار. فكنت مهموم جدا في مسألة دي. لكن الحمد لله بقى عندنا هامش صغنوني كده هنحاول نستغله في انه نسري الحوار بالكلام اللي اتقال، اللي بالتاكيد هبش الحواجز النفسيه بتاعت كثيرين مننا يعني. لكن انا ممتن جدا لكم لانه ردود الافعال كانت هادئه وجيده، مما يدل على انه الناس اصبحت ذات اذهن مفتوحه يعني. فده كلام جيد جدا، الفرصه متاحه للجميع، وبس نكثف الاسئله بتاعتنا عشان نستفيد من الوقت يعني. في مايك يصلح فيه. انا اعتقد العدد بسيط، ممكن لحد ما يجيبوا الوايرلس ده ممكن تفضل. بس انا اذكر انه الاسئله تكون قصيره ومحدده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. مدرس بتاع احياء، ودرست الرياض ودرست التشريح المبارك. مادة اسمها التشريح المبارك. حقيقة في مادة التشريح المبارك درسنا تطور أجهزة الإنسان بمقارنة من بدايتها من الكائن الأميبي لحد ما نصل لأقل الكائنات وهو الإنسان. ودرسنا التحورات والتطورات اللي حصلت في كل جهاز. مثلا الجهاز الهضمي كان شكله كيف للأميبا، بعد تحول كيف للفطر، بعد تحول كيف للزواحف، بعد تحول كيف للطيور، بعد للثدييات. وكذا بقية الأجهزة. وبترسم حتى الفرق إنه حصل هنا انضغام للشريان ده ودخل وتحول من الشريان ده للشريان الثاني، وفي الكائن الثاني اتطور كده ومشى كده. الكلام ده كلام علمي مظبوط جدا انه حصلت عمليه تطور مدروس ومستمر وباستمرار، ما فيه اي اعتراض. وجات النظريه بتاعت الدي ان اي واكدت الكلام ده تماما.
لكن نحن لما درسنا النظريه الداروينيه لقينا انه في حاجات كثيره بتجيب عقبه امام النظريه الداروينيه، وطوال تكون تفسرها بالطفرات. تتحدث عن كل ما حته تجيب عقبه وما تلقى لها اجابه بتقول حصلت طفره. والطفره معروف انه في البيولوجي لا تكون للافضل، دائما الطفرات تعريفها في العلوم انها بتكون للاسوء. اطلاقا ما في اي طفره بتقول الى ما هو افضل، الطفرات دائما في علم الاحياء انها دائما للاسوء. فدي معضله كبيره جدا وقفت امام النظريه الداروينيه. المساله الاولى بتاعت نسبه الخلق من الخليه الاولى ومساله الشراره الكهربيه الكبيره اللي حصلت وادت الى تكوين الخليه الاولى، برضه دي كانت يعني مساله لحد الان النظريه الداروينيه ما لقت لها تفسير واضح. عشان كده المؤمنين والمسلمين يفتكروا انه ده المرحله بتاعت يد الله اللي بيتكلم عنها الدكتور وبانها هي الطبيعه. فكانت دي اجابه واضحه جدا للنشاه بتاعت الخلق. بعدها بتجي المرحله بتاعت الخلق دي الفترات الزمنيه فيها مغالطات كثيره جدا في النظريه الداروينيه. لكن المؤمنين نحن نؤمن انه ممكن المساله دي كلها الله سبحانه وتعالى يكون خلقها ويزيد لحظه واحده، عشان الكائنات دي كلها في بدايه الخلق كل كائن يعيش في بيئته بالمواصفات اللي فيها. الزواحف خلقت بالطريقه دي عشان تعيش وهي زاحفه على الارض. البرمائيات عشان تعيش مره في البحر ومره تعيش في البر. خلقت الكائنات المائيه عشان تعيش في الماء. يلا فتره الخلق دي حصلت في زمن قدر شنو؟ هي المغالطات اللي لحد الان النظريه الداروينيه ما قادره تجاوب عليها. نحن نؤمن ان الحاجات دي خلقها الله سبحانه وتعالى وزين وقت واحد وبقدرته، وانما امره اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون، فقال له كوني فكانت هذه الاشياء لبيئاتها. فلذلك كانت فيها مواصفات كل كائن عشان يتكيف مع البيئه بتاعته. السؤال الكبير انه الكائنات دي بعد خلقها ما لاحظنا تطور ثاني حدث. عمليه التطور استغرقت، وده اللي بيأكد انه الاشياء دي توقفت ونظريه التطور توقفت، ومن الوقت ده ما شفنا ثاني جهاز حصل فيه اي موتيفيشن ولا حصل فيه اي زياده ولا حصل فيه نقصان، فكانت استقرار. وده بيأكد برضه انه الحاجات دي حصلت في زمن واحد، وده ما لم تجاوب عليه النظريه الداروينيه. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. كذاب. حقيقه انا ما قادر افهم الدكتور، انت بتحاول تدافع عن نظريه داروين ولا بتحاول تدافع عن القران الكريم؟ احنا في سنه اولى جامعه عندنا دكتور كان بتاع الرياضيات بيدرسنا، اتكلم كان نظريه البيج بانج دي ما معروفه، سنه 91 ما كانت معروفه، ثقافه عامه، فبيتكلم عنها واحد من الطلبه قام عليه وقال له يا دكتور ان السماء كانت دخان. فقام قال له يا ابني انا بتكلم عن علم، العلم ده هو ما يقبل الصح والخطا، والدين هو ما له علاقه بالايمان وعدم الايمان. انا بفتكر انه المحاوله بتاعت انه نحاول ندخل تفسيرات الدين عشان تتوائم مع مفاهيمنا العلميه الحاليه، بفتكر دي عمليه ما مجديه. اذا بندافع في اشكاليات اكبر من اشكاليات داروين، يعني قضيه السماوات السبع دي، مفهوم السماوات السبع ده مع المعرفه الفيزيائيه اللي عندنا حسي حندخلهم كيف مع بعض؟ حنحاول ندخلهم مع بعض كيف؟ بيبقى انا افتكر انه اصلا ما هحاول ادافع عن الموجود في القران، لان القران موجود في القران ده انا بؤمن به كما هو. الكلام في انه الموجود في العلم بتاعنا حاليا احنا ده، هل احنا نقبل به او نقاومه؟ انا ما بفتكر انه في داعي اصلا للمقاومه اذا اخذنا الجزء الرئيسي العلمي في الموضوع، لانه لو اخذنا كتاب اصلا انواع نفسه هو اخذت رولز، هو ما قال انه والله اصلا انسان قرد ولا الاصل كان مشترك، هو اخذت قال انه في تطور، والتطور ده مثبت بالدي ان ايه، وقال انه الحاجات لها اصل مشترك سواء كان طين او صلصال او غيره، والمساله دي مثبته.
لكن الحاجه اللي افتكر انه مستحيل تثبتها بالنسبه لي كزول بتاع رياضيات، انه حاليا احنا شكلنا ده شكل بتاع تطور راندم من خليه واحده. السيمتريسيتي انا ده في جسمي ده الصيد اليمين والصيد الشمال ظاهريا اكزاكتلي سيمتريك بشكل مباشر، داخليا لا، في اشكاليات، في قلب بجهه واحده وفي معده باتجاه الثاني. المساله دي ما ممكن تقول لي انه ده سمبل راندوم ايفوليوشن، ما ممكن تقول يعني الحاجه دي ما يعني رياضيا انه يفترض انه اوكي ايفن احنا الجريد والبتاع احنا من اسمه شنو الميتا الميركات، اوكي يفترض انه اذا احنا ده الاصل واحد يفترض انه يكون في ملايين من نفس الحاجه دي، يعني يكون في يعني الاشكال المختلفه، ما هي تطور راندوم. يفترض زي مثلا راندوم انه يكون ما بس في انسان وفي جلد وفي غوريلا وفي بتاع، لا يكون في ملايين، وبالعكس يعني حيكون في كميه كبيره جدا جدا، unless انه يكون في لحظه من اللحظات انه الحاجه دي اتشكلت. انا افتكر انه اصحاب الصبور كانوا على الاقل اسمهم حاولوا يعدموا القبالهم عشان يحلوا الاشكال ده، لان الاشكال ده موجود انت ما حليته، الاشكال ده حقيقي وموجود، انه اشمعنى الاشكال الموجوده حاليا ليه محدوده بالشكل ده ومحدوده بالتناسق ده ومحدوده بالطريقه دي. الكلام عن انه الروح هي طفره، ما في حاجه علاقه بين الروح والطفره، يعني ايه بنحسي انا لو مت لو في داخلي طفره في جينياتي وانا ميت حتكون موجوده الطفرات دي في جيناتي، ولو جو حللوا الجثه بتاعتي بعد 3 مليون سنه حيلقوا الطفره موجوده في الجينات بتاعتي، لكن ما حيلقوا الروح. يبقى مثلا تفسير الروح بالجينات دي مثلا ما قادر صراحه اتفق عليه. انا الحاجه بفتكر انه كلام داروين حقيقه احنا اي العقل العلمي دائما يكون هو واقف قدام الدين، يعني حاجه معروفه. ارسطو حاول انه يدخل المفهوم بتاع شنو انه الارض مركز الكون في نظرياته. ايفن اينشتاين قبل اقل من 100 سنه حاول يدخل انه الكون الستاتستيك ودخل الثابت الكوني، عشان كده انا ما اقدر ادخل نفسي في المتاهات دي. انا بفتكر انه انا دكتور انا ما عندي اي مشكله مع كتاب داروين في اصل انواع الحاجات الثانيه اللي استنبطت منه فيها اشكاليات ونناقشها بمعزل عن الاشكالات العقديه بتاعتنا في الدين، والدين نفسه في حد ذاته يعني مساله انه مره يتكلم عن 1000 سنه ومره يتكلم عن 50,000 سنه، يعني دي هل هي دي ده يعني كانت لو انا بس ما اقدر اطيب في كانت حاجه جميله جدا في سوره النازعات، والارض بعد ذلك دحاها. لو رجعت للتفاسير القديمه فسروها بشنو؟ انه جعلها منبسطه تامه الانبساط، مستويه تامه الاستواء. ولو كانوا قبل 1400 سنه فهموا غير الفهم ده انها منبسطه تامه الانبساط كان كل الناس كفروا، كان ده دليل على كذب القران. لكن لما جاء سيد قطب حاول يفسرها في ظاهر القران قال لا، قال دحاها من الدحوه، والدحو خارج البيضه والنح داخلها، يعني حتى انه الاعجاز في انها مش انها كرويه بل هي بيضاويه، الاعجاز في اللغه. فعشان كده انا بفتكر انه ما ندخل نفسنا في الربط بين الاثنين. شكرا جزيلا. جاهد في نفس والله طبعا كلنا شاكرين للدكتور المحاضره، يعني شدتنا جدا والاسلوب كان هادي للتسلسل، يعني مع انه العنوان صادم لكن اسلوب التناول كان هادي. انا الصراحه ما عاوز اطيل، عاوز اقول حاجتين. انا يمكن النظريه دي يعني قريناها او سمعنا عنها، هي ما نظريه، هي وجهه نظر، يعني يمكن نشأت اخيرا كده في الغربيين عندهم حاجه اسمها نظريه هم بيسموها نظريه التطور الالهي، او بيسموها سيتيك ايفالويشن او حاجه، او ايفالويشري كرياتينيزم حاجه كده. كويس، اللي هم دايرين يربطوا بين التطور بتاع الخلق بتاع داروين ده، نظريه التطور والاديان. والكلام ده يمكن يعني جاء اخيرا بعد ما نظريه داروين اثبت العلم. يمكن نظريه داروين في 1995 عملوا يعني دراسه في الولايات المتحده الامريكيه، ولقوا انه about 99.85 من العلماء يوافقون نظريه داروين. فبعد الكنيسه دخلت في ازمه، اللي هو طلعوا النظريه دي، ويمكن امنت بها حتى او وافقت الثلاث كنائس الرئيسيه، الكاثوليك والارثوذكس وحتى اليهود
هم وافقوا بها، وكل الديانات ما بيعتمدوا على التفسير الحرفي للمخططات الدينيه، فالموضوع ما فيه جديد. لكن الجديد انه يعني المسلمين يعني بدوا يمكن يخشوا في النظريه بتاعت التطور الالهي. فانا ما عارف إن يمكن انت بديت البدايه دي ولا بدات. عموما لو احنا بديناها هنا يعني دي حتكون كويسه، لكن السؤال برضه بيكون غايم يعني في حاله الابديت ده كيف انتم كده الاديان بتظهر بمظهر طفيلي؟ يعني الكاثوليك والكنيسه كان ربطها لما 95 او 99% من العلماء وافقوا بها، بعدين جات الموافقه. يعني الدين دائما بيجي اخيرا يعني في الاعجاز العلمي، والفكره كلها فكره توافقيه بين انه يعني يحاولوا يوافقوا مع نظريه ديروين. في حاجه انا داير الاحظ عليك انه اساس النظريه دي في الاديان الثانيه بتقوم على انه شنو؟ يكسروا التفسير الحرفي للمخططات المقدسه. يمكن الحاله مختلفه عندك، انت هنا حاولت يعني تستخدمه في وخلقناه من سلاله. هنا انت استخدمت، لو استخدمنا هذا التفسير يعني هذا الطريقه من التفسير يمكن بيهدم النظريه دي يعني في نشأتها في عند الاديان الثانيه، لانهم حتى سفر التكوين يعني مشوها على النظريه دي على اساس انه اذا تفسر بصوره يعني ما حرفيه، بانه يعني الاسبوع او كده يعني غايه الميكروفون لو كان ما فسروه يعني تفسير حرفي يمكن تتماشى مع نظريه داروين. وفي ناس بيشتغلوا في سفر التكوين على اساس انه يتماشى مع النظريه دي، واغلب العالم او الدينيين ماشيين يعني بصوره كده انا ما اعرف براغماتيه ولا طفيليه كده، دايرين يتبعوا العلم، وانا ما اعرف العلم ده ممكن يفارقهم. يمكن بعد 130 سنه النظريه تنتهي وحيكون في يوتيوب، اكون فتح عبد الحليم ده طبعا بنزله في اليوتيوب وحتكون قاعده، واذا اتلغت يعني الاسلام حيكون في منظر يعني القران والاسلام حيكون يعني في منظر لا يحسد يعني احنا ايته. وطبعا ده كله يعني الناس بتحاول يعني تطلع من الاطروحه الصراعيه بين الدين والعلم. شكرا. بس الناس تختصر يعني الناس تقول فكرتها وما تلف حولها. اوكي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. يحيى محمد نور، أنت بتتكلم جزاك الله خير. أنا بتذكر في الطبيعة اللي حواليني مرات أشوف ذبابة صغيرة كده ومرات أشوف واحدة متطورة كبيرة شوية. النمل في حد ذاته بيجي ماشي كده، النمل كله بيكون قدر بعض، لكن في نملة كده بتلقاها أكبر منها شوية، فحسيت بيه إنه صحيح في تطور. يعني هي من ذات الجنس لكن في شوية كده فيه. لكن أنا في كلام يمكن جاوب عليه أخونا باشمهندس علاء الدين بابكر صاحب كتاب آذان الأنعام، هو ومعه أخوه دكتور عماد، إنه آدم عليه السلام، أنا السؤال اللي بسأله لك، آدم عليه السلام في القرآن الكريم ورد بنفس النظرية اللي أنت قلتها، ورد بشخصيتين. شخصية كان حولها الفكرة المركزية بتاعت الخلق وما إلى ذلك، وشخصية آدم الثانية اللي وردت في القرآن الكريم كشخصية ذات رسالة. دي شخصيتين اثنين في القرآن الكريم. إذا جينا رجعنا للنظرية دي معناه نحن إما نوحد الشخصيتين في شخصية واحدة بالنظرية دي عشان تطلع لنا، وإما نفصل ما بين الشخصيتين. آدم ذاك منو؟ صاحب الفكرة الأساسية أو صاحب الفكرة المركزية للخلق ووحدة الخلق، وإنها جاية من آدم عليه السلام بحسب كلام التفاسير، وما بين آدم الثاني اللي هو الله سبحانه وتعالى اصطفاه. الكلام ده أنا جبته من داخل القرآن الكريم. ربنا يقول إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في التسلسل بعد طوال بيقول له قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ونحن هنا لابد نفرق ما بين آدم النبي وما بين آدم غير النبي، لأنه آدم غير النبي ممكن يخطئ ويصيب ويعمل أي حاجة، لكن النبي المصطفى اللي هو الله سبحانه وتعالى قال له إن الله اصطفى آدم. الاصطفاء ده اللي هو لابد نحن نعرفه إنه ده لمنه؟ لآدم الأول ولا آدم صاحب الرسالة؟ يهتفيهم. إذا قلنا الاثنين شخصية واحدة
معناه نحن بيكون عندنا تناقض ظاهر فيه. وإذا فرقنا بيناتهم لابد نعرف إنه التفريق جاي منين. ده سؤالي أنا المباشر. شكرا جزاك الله. طيب يا طارق يعني داير على الدين بدون على الدين يا اخوانا الزول ما طلب يعني يا ابن الحسين. بعدين الناس كلهم عارفين رايه يعني اشتغلوا هذا على هذا الاساس. هاي الفرص لا زالت متاحه. هاي بدي طارق بس عليك الله يعني ما دايرين ندوه داخل ندوه يا اخوان معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر الدكتور يعني المحاضرة يعني. وأنا أعتقد إنه المحاضرة الآن بقت ما صادمة زي ما قالوا الناس الكتار يعني. أكثر الناس يعني قالوا إنه المحاضرة صادمة. أنا أعتقد إنه المحاضرة ما صادمة لأنه من داخل الأزهر طلع زول يعني طلع كتاب وكان واضح جدا عبد الصبور شاهين في كتابه آدمابية. آدمابية كان هي واحدة من القراءات القراءة المخالفة للقراءة القديمة التاريخية بالنسبة لموضوع بدء الخلق يعني. والموضوع ده في حد ذاته أنا أعتقد الآن يعني في الدراسات الحديثة كلها مربوط بقضية أساسية هي قضية بتاعت قراءة النص القرآني أو النصوص الدينية كلها يعني. وأنا أعتقد إنه الآن قراءات النصوص الدينية في داخل المسلمين تطورت يعني ما أصبحت هي القراءات القديمة. النقل اللي كان حاصل يعني بكل تفاصيله. النقل حصل معلوم يعني إنه آخر دراسات الطبري الآن تعتمد على أكثر التفاسير في القصص بالذات. أكثر التفاسير تعتمد على تاريخ الطبري. وإنه جاء بعد ذاك تفسير الطبري وبعد ذاك أغلب الناس الجمع على الطبري زي القرطبي وغيرهم كلهم وابن كثير كلهم نقلوا على الطبري يعني. واصبحنا احنا بصوره واحده نفس النهج اللي ماشيين به اليهود اللي هو بعد ذاك المسيحيين احنا بعد ذاك المسلمين نفس الرقم دخلنا في نفس الطريقه بتاعتهم. انا اعتقد انه القضيه دي بدت بدري يعني بدت في بدايه التسعينات. بكتاب رائع جدا لعالم ثبيت النيلي. وعالم ثبيت النيلي يوم طلع الكتاب بتاعه ما طلعه على اساس انه هو بدء الخلق لكن هو تطبيقات للقراءه كويس حقيقيه للنص القراني او قراءه اعمق للنص القراني. وهو كان بيعمل نظريته بتاعت النظريه القصديه وتحدث بعد ذلك عن النظريه الاساسيه انه في حاجه خطا عند كل المفسرين في القضيه. طلع كتابه بدء الخلق ومنه نقلوا ناس الصراع كتاب كما بداكم تعودون. ويكاد كان فيه كثير من الامتحان يعني. وطلعوا بعد ذلك كتاب سموه بين ادمين يعني. تكلموا فيه انه ادم اول وادم ثاني. بعد ذلك خرج كتاب الباشمهندس علاء الدين واخوه الدكتور عماد اذان الانعام يعني. بهذا الترتيب انا اعتقد هذه الكتب هي عباره عن مفاتيح كانت اساسيه بالنسبه للقراءات الحقيقيه بالنسبه للحاصل. لكن حقيقه لو انت شلت كل الحاصل خليت كل التفاسير ودخلت القران بصوره واضحه بتنظر لهذه القضايا برؤيه مختلفه. تكاد كل التفاسير حاولت ان تفسر النصوص وتخرج منها بمفاهيم اخرى. يعني حاولوا يقعدوا النصوص في الفهم بتاعهم. وهذه الاشكاليه الحقيقيه دي القضيه الاولى. القضيه الثانيه يعني بعض الاخوه تحدثوا عن القضيه بتاع الطفره. احنا درسنا احياء يعني. الطفره اساسا ما بتدي نتاج يعني سلبي. الطفره ممكن تديك نتاج سلبي وممكن تديك نتاج موجب ودي واضحه جدا في قوانين مندل يعني. في قوانين مندل كان بيحسن الجينات بعمليه الطفره يعني. ودي كانت واضحه جدا في 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 القوانين الاحياء وقوانين الوراثه بالذات يعني. انه من الطفره ممكن تجيب لك موجب ممكن تجيب لك سالب ممكن تجيب لك صفه سالبه ممكن تجيب لك صفه موجبه يعني. فالطفره ما عندها اشكال اساسا في انها تتجه اتجاه محدد في العلوم. القضيه الثالثه هي قضيه مهمه جدا جدا. هذه القضيه من اخطر القضايا وكثير من المسلمين ما ينظروا لذلك. انا قبل فتره نظرت كان في عباره عن حوار موجود ببعض الملحدين وبعض شيوخ الازهر في واحد من القنوات المصريه. واحد من الملحدين كان هو عباره عن استاذ بتاع دين. استاذ الدين ده كان بيتحدث عن قضيه مهمه جدا. قال هو كان استاذ بتاع الدين والحق. الحق ليه؟ قال والله لانه نظريه داروين بتقول 1 2 3 4 ونحن بنقول واحد بنقول الرؤيه مخالفه جدا جدا.
فقام الشيخ من بعض الحاجات المؤسفه يعني قام قال له يا اخي نظرة داروين الان طلعت كميه من الكتب قال له علميه في اوروبا بتخالفها، قال له اجيب لي كتاب واحد من الحاجات، قال له انا سمعت الكلام ده، قال له ما في. كل العلماء الان يكاد يكونوا مجمعين على هذه النظريه كما قال اخونا من قبل، يعني يكاد تكون اكثر من 99% من العلماء توجز. انا ختمت الحقيقه اوجد العملي. انا حقيقه الكلام اللي الخطوه في النهايه انه هذه القضيه محتاجه لمجموع بتاع علماء يقعدوا مع بعض، يعني القضيه بتتحلى في حلول فرديه، يعني الحلول كانت فرديه يكاد تكون ها هنا وهناك، يعني من عالم احد اخواننا الناس على الدين والان الدكتور، يعني هي حلول فرديه. انا اعتقد هذه القضيه الان محتاجه انه الناس يقعدوا لها بجلسه تلم علماء من كل الجوانب مع بعض، وهذه الجلسه تخرج اخراج جديد لهذه القضيه، ليست توافق او تلفيق، لكن لقراءه حقيقيه لداخل النص القراني هو بيعني شنو بهذه القضايا. شكرا جزيلا. نختم باخونا علاء وندي فرصه للدكتور بحيث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرحبا بك أخونا دكتور سامي. في معلومة تاريخية بسيطة بس الناس ما عارفينها، إنه أنا لما كتبت كتابي الحج سنة 2004 المرجع بتاعي في النظرية الداروينية كان هو كتاب أخونا دكتور سامي، هو كاتبه في المراجع، أخذت منه معلومات عن النظرية الداروينية، لكن أنا قد يكون الكتاب هو أخذ رواج أكثر بتاع الحج وأذان العام، لأنه كان بيتكلم عن عبادة أو عن ركن يخص المسلمين أكثر من العلاقة مع الداروينية. أنا التعليق اللي عجبه إنه يا إخواننا الداروينية نظرية فرضية. المسلمين كانوا راكبين في السرج بتاع اليهود وبيدافعوا عن سفر التكوين من دون وعي منهم. الدين الإسلامي أو القرآن لا يناقض الداروينية ولا يناقض العلم، والداروينية عبارة عن فرضية. من المفترض إن الحاجز النفسي الخدونا فيه اليهود ده نكسره ونتعامل مع الداروينية كنظرية علمية ندرسها، نعيد دراستها، نرجع زينا زي نشارك ناس في الزمن ده في نظرية بتحاول تفسر كثير من الحاصل في نظام الأحياء، ما نخاف منها، نتعامل معها كعلم، ما في مشكلة دينية بيننا وبينها، بل ممكن نطورها. على المستوى القرآني أنا بعتبر إن القرآن عندنا معه مشكلة، بنتخيل إنه القرآن وظيفته إنه علماء الطبيعة يكتشفوا حاجة ونحن نجري نشوف المصحف قال شنو ربنا عشان نزداد إيمان. نحن لو انطلقنا من إننا نحن مؤمنين بإنه النص ده هو من ربنا، وربنا هو الخلق الطبيعة وخلق القوانين، نعيد فتح النص ونطلع منه بنظريات نصحح بها العلم، فرضيات في النهاية. يعني أنا قد أختلف في مخرجاتي من نفس النص مع مخرجات الأخ الدكتور سامي، لكن دي قوة النص الرباني، إنه أي زول وفقا لمنطلقاته بيشوف فيه حاجات غيرك ما بيشوفها وبيحاول يحكمك في النهاية الواقع الموضوعي والتجربة. فدكتور سامي لما يتكلم عن نفس الآيات اللي أنا اتكلمت عنها بيكون طلع له بفرضية ثانية بيحكموا العلم الموضوعي التجربة. أنا اتكلمتها بيحكمني العلم الموضوعي. في النهاية كل المخرجات دكتور الحفيع كلام عن الشجرة برضه بيحكموا العلم الموضوعي. في النهاية فرضيات، نحن انطلقنا من النص الرباني عشان يكون عندنا مشاركتنا وقيادتنا للعالم المادي اللي انفصلنا منه بسبب المقلب المقلبون فيه اليهود. خلونا ندافع عن سفر التكوين وندافع عن الخلق التمثالي الطيني اللي صنعوه في سفرهم وفي القرآن ما موجود. فالحمد لله انه الواحد شايف الصنم
انهار والعلم بقى هو السائد باسم القرآن. شكرا دكتور سامي. معلش كروري لانه الوقت خلاص اسعفنا. انا بحاول بس اقول كلام اضافه لكلام علاء، انه الكلام ده سليم جدا الاخير اللي ختم به علاء. الدليل على ذلك انه الكتب الان اللي بتتكتب في المجال ده ونفس الناس اللي كان لهم السابقه بتاعته بيخرجوا من التابو بتاع اليهوديات ده. الان الكتب دي بيقبلوا عليها بشكل مميز جدا وبتحرز درجات عاليه جدا بتاعت المشتريات يعني. فنعود للدكتور للتعقيب على الاسئله. ده ليه دقيقه بس او نص دقيقه بس نص دقيقه. ما نحن طيب وهو انت حاسس نص دقيقه انتهت الان انتهت في الكلام بيني وبينك انتهى. طيب بس لكن نص دقيقتك انت انا بعرفها كويس يعني بتبدا نص ساعه. اوكي واصل نص دقيقه. اوكي تفضل كمل. انا اللي كنت بجيب معاك. طيب ما خلاص دقيقه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا الشيء ده اقول في تحديات يعني زي في تحديات على المسلمين ليه اسسوا مثل هذه الدراسات في الزمن ده بالذات يعني، مع انه دارون 1900 كان الاسلام كان له 1200 سنه. فالان لماذا؟ السؤال لماذا الان؟ يعني بعد كل السنوات دي عشان احنا نجي نقول نوافق مع انه القران كان موجود والنظريات دي لما اتعملت وكان له 1200 سنه. فده سؤالي يعني لماذا والان في النت لما تقول بتلقى كميه من السؤال وصل يا كارولي. اوكي شكرا. طيب يعني سريع الحقيقه بالنسبه للاخ في موضوع كان قال له نقطه الحقيقه التطور لا يمكن ملاحظته. دي نقطه مهمه جدا ناس كتار ما قاعدين يفهموها حقيقه كده يعني. التطور لا يمكن ملاحظته داير ملايين السنين والحضاره كلها حسب عمر 6000 سنه. اي كتابات اتكتبت لنا عن موضوع التطور ده ما بتقدر تقول حاجه ولا بتقدر تقول شنو اللي اتطور من شنو. العمر قصير جدا جدا. احنا بنتكلم عن ملايين السنين ولما بنتكلم عن ملايين السنين بنتكلم عن فرضيه بجد. ما في زول عايش ملايين السنين عشان يعرف الحاصل شنو الا من المعطيات اللي بنلقاها في التربه ولا كده ولا كده. فما تعمل لكم اشكال انه ما قادرين نشوف التطور بعيننا، ما نقدر نشوفه. طيب في الاخ قال السماوات السبعه وين؟ الحين عندي كتاب اسمه السماوات السبعه وين؟ اين السماوات السبعه؟ غريبه. فلكن ان شاء الله ممكن نناقش الكتاب ده ثاني. حقيقه ما فوق ما في سماء. يعني اي زول الحاجه البلو اللي بنشوفها فوق السكاي ده ما سماء، ده الانعكاس بتاع اشعه الشمس في الغلاف الخارجي للجو وبيعمل اللون الازرق ده. فوق ما في حاجه. فوق في فضاء كده كبير، لكن في سماوات سبعه. القران كلام صحيح 100%. وين؟ ده موضوع ثاني كبير، ده ندوه ثاني ان شاء الله ممكن ننظر فيه. الموضوع الروح احنا انا ما تحدثت عن الروح عشان كده ما فهمت كلامك انت قاصد شنو. يعني كان عندي فقره هنا عن الروح لكن كان حتطول شويه. لا ما كده الروح ده موضوع مختلف خالص. يعني انا الطفره دي طفره جسديه حصلت في سيدنا ادم وعقله يتطور. كونه في روح دخلت في سيدنا ادم كبدايه وابتدت الروح منه. انت حتفسر نفخت فيه من الروح. احنا قلناها بصوره عامه، قلنا المعنى بتاع نفخت فيه في الروح يعني ناس العلوم حيقولوا حصلت في طفره جينيه، مخه بقى كبير وعاقل ومتطور. في القران بدل ما يقولوا الكلام العربي ده كله متطور ومخه وبتاع، قال نفخت فيه من الروح. لأن فعلا الإنسان بقى جاهز للخلافة، بقى إنسان عادي، يعني أخذ يعني صفات من صفات الله سبحانه وتعالى بمقدارها يعني، وبقى سميع وعليم وخبير وغدير وكريم وكل الحاجات دي كده الإنسان عشان يدير بها الكون بتاعه ده يعني. والموضوع الروح حقيقة أنا ما اتكلمت عنه، وده لأنه موضوع كبير شوية يمكن ناخذ مرة ثانية، مع إنه مكتوب عندي هنا. لكن انا ما قدرت اقول الحقيقه، داير له شويه. طيب الغربيين قال لا يؤمنوا بداروين لاسباب دينيه، فعلا ده حقيقي يعني الناس المتدينين ما بيقدروا، لكن 99% من العلماء موافقين على نظريه داروين. دي مشكله، هم دول اللي عارفين نظريه داروين، دول ناس العلوم.
فلو الناس ما مشت مع ناس العلوم هيمشوا مع منو؟ في موضوع علمي زي ده يعني. وبعدين الناس دي للاسف مشوا شديد يعني ما يعني حس قريب الشهر اللي فات كان اطلقوا مركبه فضائيه عشان سك لها نيزك سنين ومشت قابلته هناك جنب المريخ وركت فيه عشان شو الموضوع صعب جدا. الموضوع صعب جدا جدا، نيزك بيتلولو ما حتى ما عنده جاذبيه يعني. فناس العلوم دي ما تستهونوا بهم، دي الناس يعني حقيقه العلماء وعارفين حاجات كثيره جدا جدا. فلو 99% من ناس العلوم قالوا نظريه داروين صحيحه انا افتكر تبقى مسلمه ما في زول ثاني يقول نظريه داروين ما صحيحه خلاص. يعني لو ما سالت 99% من العلماء يعني تزعل منه ثاني. لو قال لو طلعت خطا الاسلام في وضع لا يحصل عليه ابدا. ليه؟ لو طلعت خطا انا بكون في وضع لا يحصل عليه. ما الاسلام؟ الاسلام سليم. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما بتحصل له أي حاجة الذكر ده، ولا منتظر زول يلخبط فيه، ولا منتظر دكتور سامي، ولا منتظر دكتور فلان. محفوظ تماما، أصلا ما تخافوا عليه. في الآخر حيقول سامي يفسر الكلام ده غلط، بس الدين ما بتحصل له أي حاجة. طيب آدم الأول وآدم الثاني وآدم النبي وآدم غير النبي، يعني عقدتها كده ليه يعني؟ ويعني حتى الناس بتاعين آدم واحد. والناس بتاع بين آدمين زي ما قال أخونا هنا، الحقيقة دي عملوا كلام أنا بفتكر كلام اليهود أحسن منه. يعني كون تمثال وقام معقول، لكن دي افترضوا إنه الإنسان الأول ده كان قايم زي النبات. وطبعا أنا قبل حاولت أشرح الآية بتاعت أنبتكم من الأرض نبات، عملت لهم تشويش وأنبتكم من الأرض نبات. فافترضوا إن الإنسان كان نابت في الأرض، ويعني ما دخلوا في تفاصيل معقده وبتوديهم في داهيه. التغذيه كانت كيف للانسان ده بتتم؟ وده انسان في الاخر كان نبات ولا كان انسان وعنده دم؟ عنده دم؟ ما ممكن يكون عنده دم وهنا بيتغذى من الارض، وبعدين انفصل من الارض كيف؟ يعني دخلوا روحهم في حاجه اخير منها كلام اليهود، كلام التوراه. انا افتكر ما انا افتكر هم عندهم والله مجتهدين جدا، ويعني ناس عباقره انا بفتكر، لكن في الحته دي اصلا عجبوني كلام اليهود خير منه. انا افتكر كيف انسان نابت في الواقع زي الشجره كده يعني، وعشان بعد ذلك يبيدوه كله ويكون الانسان ده. يا جماعه البساطه مهمه جدا، ما في داعي للتعقيدات الشديده دي يعني. الايات واضحه وحقه نمشي يعني بتسلسل منطقي يعني، ما في داعي نعقد الامور. الطفره نتكلم عنها اخونا في آية الحقيقه انا بلقي الزمن اقول موضوع الطفره. سبحان الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أنا متأكد أنتم ما قاعدين تتأملوا في الآية. الآية فوق كمية من العلم رهيب جدا. حقيقة في علم كبير. الآية بتحكي عن الطفرة الحسنة. يعني هي تفسير العادي الموجود لها إنه أمنا حواء كانت بتجهل أجنتها الحمل الخفيف، الحمل الذي لا يجهل. وبعد ذاك لما أثقلت يعني بعد ذلك دعوا الله ربهم أثقلت معناتها الحمل السبب ابتدت تنجب منها. دعوا الله ربهم لأن أتيت. التفسير قال إنه يعني كان بتجهد وبعدين قام إبليس خدعها وقال لها كما سميتيه عبد الحارس الحمل ما بيسمي، سمته عبد الحارس إبليس يعني سمته عبد الحارس وقام الحمل ثبت في بطنه. لكن العلماء ذاتهم المسلمين ما عجبهم الكلام لأنه هو الحمل ثبت في الأول لما أثقلت حتى بعد ذلك دعوا الله ربهم. الحاجة الثانية دعوا الله ربهم يجيبوا أولاد صالحين. يعني الدعوة دي ممكن ينزل فيكم يتمنى له أولاده ولا يقول له يروح ولا سيدنا آدم داير أولاد صالحين شاف منه غير صالح يا نوح حيجيب أول زول فلا يدعو الله إنه يجيب له ولد صالح. ودعوة يعني دعوة مستميتة لدرجة إنه أشركوا معاه يعني حصل فيها إشراك يعني إبليس أشرك. ودول بتحصل الناس بتحصل واحد داير ينجي ولا داير كده مشى للشيخ ودعوة الشيخ جابت له ولد ولا كده يعني حيدي الفضل لله صحيح ولكن حيشرك معاه الشيخ برضه كم الشيخ ما كان قادر الحكايه. فنوع من الاشراك حتى لو صغير يعني. فسيدنا ادم ليه كان داير يجيب اطفال صالحين؟ شاف شنو غير على الاطفال الصالحين اللي كان دايرهم سيدنا ادم لانه الطفره الجينيه اللي حصل. شوف الطفره الجينيه بتعمل ربكه حقيقه، والطبيعه في بروتينات معينه كده ما بتمنع التزاوج بين الاجناس المختلفه. يعني اسد ما بيقدر يتزاوج مع نمر، ممنوع.
لو حصل تزاوج زي ده في بروتين معين بيخلي الجنين ده يجي. وده اللي حصل لسيدنا ادم لانه كان عنده جينات جديده الننج، وامنا حواء الجيل الاولاني له حصلت لهم المشاكل دي، يبتدوا فعلا الاجنه بتاعتهم تصغر، وبعد ذاك وبعد ما ثبتت وثقلت بعد ذاك الاجنه اللي كانوا بيجوا كانوا بيشبهوا اهلهم الاولانيين غير صالحين. لكن صالحين ده الامام شنو؟ ما الصلاح اللي انتم عارفينه يعني يكونوا اولاد مثلا بيطيعوا ابواتهم واولاد بيعبدوا ربهم وكده. انا كان خايف ليه من الموضوع ده، وشاف شنو قبلي؟ شاف زول غير صالح يعني عشان يخاف من ده. ف يعني الايه دي كان فيها علم كثير جدا جدا الحقيقه يعني الناس بس يتجاوزوها كده يعني. شكرا للاخ الباشمهندس علاء. احنا صحيح يعني في خلافات شويه كده في كتابنا يعني، لكن يعني زي ما قلت الناس بس تمشي بالاتجاه ده، وفي مشاكل كثيره فعلا دايره حل. يعني لو الناس قعدت زي ما قال اخونا وعملوا لجان وكده عشان يناقشوا التفاصيل، لكن هي دي مرحله. لماذا الان؟ الان ذاته وقت بدري. يعني تحس انا افتكر ناس متنورين جدا في رايكم الكلام ده الناس بتقبله؟ ما في. الان ذاته خبر. احنا لسه بدري شويه. فده يعني احنا يعني بدينا الناس اخونا علاء وكده ناس يعني من خاطر، لكن الكلام ده اصلا ما بيتقال برا والله حقيقه، والناس ما بتقبله لانه القصه بتاعت القصه التوراتيه راسخه في الذهن لانها موجوده في الطبري وموجود، ما في زول بيستحملها اصلا خالص. هاي فحتى الان ذاته والله بدري. شكرا يا اخواننا شكرا جزيلا. انا اعتقد واحده من اهداف المنتدى ده انه نحرك البركه الساكنه، وحقيقي الندوه دي واحده من الندوات الاساسيه اللي حركت لنا البركه الراكده دي بدوائر كبيره جدا. شكرا جزيلا دكتور وشكرا للحضور. شكرا جزيلا. يا كاروري في النقاط الكثيرة اللي قاعد تسرقها في الطريق. لا حق الناس. سلام كيف حقت رقم سبعة مش عشان خير دينك في الطوالي ولا هيعمل سيف ولا كده؟